في الفيديو ده هتتعلم بالتحديد ازاي تنتقل من المستوى المبتدئ في الانجليزي للمستوى الانترميديت او المستوى المتوسط. انا جهزت الكورس ده عشان تتعلم ازاي تتعلم انجليزي. هديك كل الريسورسز وكل حاجه محتاج تعرفها عشان تنتقل من المستوى المبتدئ للمستوى المتوسط. اول حاجه عايزين نبتدي فيها عشان معظم الناس بتقفل الفيديو في اول 30 ثانيه، يعني فانا هعرف في السريع الكورس ده معمول لمين ومش معمول لمين. طيب، اول حاجه هنتكلم فيها هو الكورس معمول لمين. الكورس ده او الجايد ده معمول للناس اللي مستوى A2، للناس اللي هي في ناس كتيره مثلا كنت تعتقد ان هو انا مستواي صفر او انا عايز ابتدي من الصفر. لو هقول يعني احصائيه مثلا انا هعملها من دماغي دلوقتي، 90% من الناس في الحقيقه مستواهم مش من الصفر ولا حاجه. هم مستواهم غالبا بيكون A2 عشان هم درسوا انجليزي في المدرسه ودرسوا انجليزي في الكليه. خدوا شويه كورسز، جربوا دولينجو، جربوا شويه ابلكيشنز، جربوا شويه حاجات. فمعظم الناس مستواها في الحقيقه مستوى في الانجليزي A2، مش A1 ولا اللي هو 000. عشان كده قررت ان انا اخلي الكورس ده يعني سبيسيفيكلي معمول للناس اللي هي مرت بالتجربه دي. ما اظنش ان في حد بيتفرج على يوتيوب او يتفرج على الفيديو ده، يعني ما اعرفش، بس على العموم الكورس ده معمول للناس اللي هي مستوى A2، الناس اللي ذاكرت انجليزي في المدرسه، خدت كورسز، جربوا شويه حاجات، بس لسه حاسين ان هم ستك او حاسين ان هم عالقين في المستوى ده، مش عارفين يخرجوا منه ازاي. الدنيا بتكون distracting، ممكن تكون حاسس ان انت مثلا تايه او ان انت lost. جربت حاجات كتيره بتشتغل مثلا I don't know، بتمشي عليها مثلا اسبوع اسبوعين، بس مفيش long term result، مفيش نتيجة حقيقية على المدى الطويل. الجايد ده مش جايد كيف تتعلم الإنجليزية في 3 أيام. الجايد أو الكورس ده معمول للناس اللي عايزة حاجة واقعية، عايزة حاجة رياليستيك، حاجة يقدروا يلتزموا بيها. وواقعية معناها واقعية برضو بناء على وضعي أو بناء على ظروفي. مش منطقي مثلا إن في كورس أو تيتشر أو انفلونسر يقول لك ذاكر 4 ساعات في اليوم وذاكر 8 ساعات واقفل على نفسك، والكلام ده طبعا ده كلام لا اتفق معاه. فدي حاجه تكون رياليستيك وحاجه انت يعني اتمنى ان انت هتقدر تلتزم بيها خلال ال 12 او 16 اسبوع اللي جايين دول. دي مش اتعلم الانجليزيه بسرعه. This is not a learn English fast plan. This is an actually learn English plan. This is a realistic plan. هتاخد وقت عشان تحقق لك نتائج. لو انت من الناس اللي هو عاوز النتيجه بكره، اقفل الفيديو روح اتفرج على تيك توك ولا روح شوف لك ريلز. ما تتوقعش 1 month transformation، ما تتوقعش 30 day transformation. وهتكلم اكتر في الفيديو على ازاي المايند سيت بتاعي اللي هو انت عاوز results بسرعه، عاوز transformation، انا عاوز اغير شقلب الدنيا في شهر. is غالبا is most probably why you've been failing to make progress. ده السبب او اكبر سبب او من الاسباب الكبيره جدا اللي اصلا بتمنعك ان انت تحرز تقدم في الانجليزي. فده الكورس لمين؟ الكورس معمول للناس دي. حتى لو ايه بقى، حتى لو انت جربت كورسز قبل كده كتير وفشلت، حتى لو انت شفت 7000 فيديوز زي ده مثلا من انفلونسرز تانيين، انت غالبا اول مره تشوفني، ما تعرفش انا مين، هعرفك بنفسي بعدين. بس يعني حتى لو انت فقدت الامل في الانجليزي، جربت كورسز، جربت ابلكيشنز، سمعت، جربت خطط الانفلونسرز، لو انت حاسس الانجليزي صعب او انا وحش في الانجليزي او انا بروكراستينيتور، انا بكسل وبسوف وانا باد ستودنت، اي بليف مثلا ممكن يكون عندك حيال نفسك او تجاه نفسك، اي معتقد انت حاطه تجاه نفسك او تجاه اللغه دي، اتمنى ان انا في الفيديو ده هقدر اغيره لك او هقدر يعني اساعدك تتعامل معاه بشكل احسن. انا غالبا عارف ان انت مش عارف انا مين، فانت شايف الكورس مثلا، ما اعرفش الصراحه. احنا هنتكلم كتير يعني في الكورس ده عشان في بوينتس كتيره عايز اعدي عليها. ممكن هيبقى مدته ساعتين، ممكن هيبقى مدته ساعه ونص، ما اعرفش. بس انت ما تعرفش انا مين، فانت غالبا مش عارف يعني. I don't know، الكورس طويل وانا ما اعرفش مين الشخص ده. يعني اتمنى تتفرج عليه للاخر، حتى لو انت ما تعرفش انا مين، حتى ما تعرفش احنا هنتكلم في ايه دلوقتي. الكورس ده هيعمل ايه او هيساعدك في ايه؟ الكورس ده هيديك وضوح، هيديك كلاريتي على انت المفروض تعمل ايه ومش المفروض تعمل ايه، وليه المفروض تعمل اللي انت بتعمله. يعني انا بسمع مثلا، انا كشريف او كبني ادم او كاي حد في العالم بيحب يفهم هو ليه بيعمل اللي هو بيعمله ده، عشان it gives him reason ان هو يعمله، بيديله سبب ان هو يعمله. ما ينفعش يعني ما ينفعش اكون بعمل حاجه انا مش فاهم انا بعملها ليه. احيانا يعني احيانا محتاج تعمل كده، بس معظم الوقت لو هشتغل على حاجه على الفتره الطويله لازم يكون عندي كلاريتي، اكون فاهم انا بعمل اللي انا بعمله ده ليه. عشان برضه اما اسمع ادفايس من ناس تانية او اسمع نصايح من ناس تانية ما اسمعلهوش، عشان انا اوريدي عندي الابروتش بتاعي، او انا عندي ماشي على فلسفه ما او على منهج ما او على طريقه ما انا مقتنع بيها. اوكي، فهنتكلم على انت محتاج تعمل ايه ومش المفروض تعمل ايه، وليه المفروض تعمل اللي تعمله ده ومش المفروض كده يعني. هديك كلاريتي على شويه يعني هنسميها مايند سيت، يعني مش عارف اسميها ايه. هنتكلم بقى على المعتقدات بتاعتك، مثلا انا بروكراستينيتور، انا باد ستودنت، هنتكلم على الحاجات دي. هنتكلم على الابلكيشنز والتولز اللي انت محتاج تستعملها. هنتكلم على شويه حاجة يعني ميثودز او طرق تقدر تتعلم بيها انجليزي احسن.
اوريدي ابلكيشن زي هي تولز يعني. تمام. الكورس ده برضه هيساعدك ان انت تتفادى الاخطاء اللي الناس التانية بتقع فيها، يعني اخطاء مثلا سواء في طريقه دراسه اللغه دي او طريقه اللي هو مذاكره اللغه، والاخطاء دي يعني بتضيع على الناس وقت وفلوس ومجهود وانرجي ويعني ونفسيا الرحله بتكون مرهقه. اتمنى ان الكورس يساعدك ان انت خلاص بقى يعني بعد ما تتفرج على الفيديو ده انت هيكون عندك كلير ستيب باي ستيب بلان، وخلاص بقى تبطل حرق في حاجات ملهاش لازمه او حاجات يعني لا داعي ليها. انا ما عنديش حاجه ابيعها لك، يعني مش عامل لك الكورس ده عشان يعني في المستقبل هبيع حاجه غالبا، بس فور ناو يعني ما عنديش حاجه ابيعها لك. هشارك معاك كل حاجه اعرفها عن اكتساب اللغات، عن خبرتي في التدريس، وخبرتي في شغلي مع الستودنتس، وايه مثلا الحاجات اللي انا لاحظتها، يعني مين الستودنتس اللي بيكونوا سكسسفول، مين الناس اللي بتنجح في تعلم الانجليزي وليه بينجحوا، وليه مين الناس اللي بيفشلوا مثلا او مش بينجحوا بنفس القدر، وليه ده بيحصل. هعلمك كل حاجه اعرفها عن الاكسبيرينس بتاعتي في التدريس وقراءه يعني ساعات وساعات من كتب تطوير الذات والسيلف هيلب والسيلف امبروفمنت والسايكولوجي، خبرتي في الثيرابي، خبرتي في الورك، خبرتي في الشغل مع انا بدرس بقالي 4 سنين تقريبا، اشتغلت ممكن يعني ما عديتهمش بس اعتقد فوق ال 1000 ستودنت على المدى الطويل وعلى على المدى البعيد. فهنقل لك كل خبرتي ده في الفيديو ده، اتمنى ان انت تستمعوا. ايه الاوتكم بتاعنا في الكورس، يعني عايزين نحقق ايه بقى بعد ما نخلص الوقت بتاعنا ده. في نهايه الكورس هيكون عندك كلير بلان، عندك بلان structured very clear، النهارده هعمل كذا، بكره هعمل كذا، بعده هعمل كذا، وعندك accountability structure، عندك نظام يقدر يساعدك ان انت تلتزم او يعني يزود نسبه يعني ماشي. بص برضه الفيديو مش هيكون متمنتج، فهتلاقيني مثلا ساعات كده في جمل بتمشي مني عادي، يعني ما اعتبر ان انا ما قلتهاش. فهيكون في accountability structure او نظام مساءله، يعني بحيث ان انت تبقى ملتزم اكتر في اللي انت بتعمله. هيكون عندك deep understanding للراشونال behind this plan، يعني تكون فاهم انا ليه ماشي على البلان دي، عشان زي ما قلنا في اول فيديو ما تبقاش distracted وما تلتفتش حواليك. هحاول اغير لك المايند سيت بتاعتك على شويه بيليفز عندك مثلا تجاه نفسك او تجاه الانجليزي، ده بناء على خبرتي الشخصيه يعني في الحياه. هيكون ليك اكسس لكوميونتي فيه فوق ال 200 ممبر بيحاولوا يتعلموا انجليزي وبيزيدوا. الناس دي يعني مهتمه ان هي تتعلم انجليزي وعايزه تكون صداقات مع ناس تانية برضو عندها نفس الاهداف دي، عشان تكون صداقات ويكون عندك ناس تدعمك وناس تكيب يو اكاونتبل او تتابع معاك. يعني هيكون ليك تعالى اوريك برضو الكوميونتي، عشان يعني انا فتحت التابس، فده الكوميونتي بتاعنا. هيكون ليك اكسس لريسورس شيت فول اوف ريسورسز وكونتنت تقدر تشوفه. فين الريسورس شيت؟ ادي الريسورسز سبريد شيت، فهيكون مليان يوتيوب شانلز تقدر تتفرج عليها، سب ريدتس، مش عارف ايه، مواقع، كل حاجه هتلاقيها متجمعه في مكان واحد. وزائد اكسل شيت بلانر عشان تبلان بعد كده بقى. خلاص انا مش هفضل اعمل لك بلان طول الوقت، هعلمك ازاي تبلان، اعلمك ازاي اصلا تتعلم، وانت بعد كده بقى ايه تظبط الدنيا مع بعض. فهديك اكسس على اكسل شيت في بلانر بحيث ان انت تبتدي تحرك نفسك. برضو اديك اكسس لهابت تراكر هيساعدك ان انت تشوف البروجرس بتاعك بشكل يومي، وان انت تكمبيت او ان انت تتنافس مع الكوميونتي ممبرز، يعني انت تخش الكوميونتي بعدين تتنافس مع الكوميونتي ممبرز عن طريق الاكتيفيتي تراكر زي ده. هعلمك برضو ازاي تستعمله. هيكون ليك اكسس ل هاي فريكونسي فوكابولاري انكي فلاش كاردز. هيكون ليك اكسس هنتكلم برضو على النقطه دي بعد كده، بس يعني هدفنا برضو ان احنا في خلال الشهرين الجايين دول نحاول ان احنا نتعلم اول اهم 1000 كلمه في اللغه الانجليزيه، واكتر 1000 كلمه شائعه في اللغه الانجليزيه. اكتر 1000 كلمه شائعه بيمثلوا حوالي 70% من التكست او من الحاجات اللي انت بتسمعها او بتقراها في الانجليزي. هيكون ليك اكسس وتعرف تستعمل التولز اللي هتساعدك في ان انت تتعلم انجليزي، يعني هقلل الفريكشن او هقلل الاحتكاك اللي انت بتواجهه وانت بتتعلم الانجليزي عن طريق التولز دي. هتتعلم ازاي تتعلم انجليزي صح، ازاي تشادو، ازاي تميمورايز فوكابولاري، ازاي تستمع بشكل احسن. هديك لستة of journaling prompts هتساعدك ان انت تجرو وان انت تحسن حياتك والانجليزي بتاعك. فدي شكل الجورنالينج prompts، شوية اسئلة كده تخليك تفكر في حياتك. فشويه حاجات سايكولوجي يعني. هديك ديتيل ستيب باي ستيب جايد يمشيك في الكورس ده يعني حتى بعد ما نخلص الكورس ده بقى هتلاقيني ماشي معاك. اليوم الاول اتفرج على الفيديو ده هتعمل كذا كذا كذا، اليوم الثاني اعمل كذا كذا كذا، وده متقسم في السكول كوميونتي بتاعي. هتلاقيه داي 1، في داي 1 انا مسجل لك فيديو النهارده اعمل كذا، حاطط لك فيري فيري سبيسيفيكلي تعمل ايه في اليوم الاول، تعمل ايه في اليوم الثاني، تعمل ايه في الثالث الرابع ده لحد اليوم ال 14. ماشي حلو كده. طيب تاني most people يعني معظم الناس بتقفل فيديو بعد اول 30 ثانيه او بيتفرجوا مثلا شويه بعدين بيزهقوا يقفلوا. I will do my very best، هحاول ان الفيديو ما يكونش ممل، بس يعني انا مش انترتينر وده مش اللي انا بحاول اعمله.
فانا مش هقدر اقصر الفيديو ده، وانت مش هتستفاد لو اتفرجت على فيديو قصير. لو انا لخصت لك كل الكلام ده في فيديو دقيقه، ولا هو هتنساني اصلا بمجرد ما تعمل لي سكرول. لازم الفيديو يكون طويل عشان تفهم، والحاجه كده ايه تثبت في دماغك. وهتلاقيني مثلا بحكي في قصص، هتلاقيني بحكي في حاجات شخصيه. انا عامل ده عن قصد، وعامل الفيديو ده طويل عن قصد، عشان يعني اتمنى ان الدنيا تكليك معاك، والدنيا كده تبتدي تلمس معاك يعني. اوكي، انت غالبا شفت فيديوهات كتير قوي على ازاي تتعلم انجليزي، شفت فيديوهات متمنتجه، فانا مش همنتج الفيديو ده. هتلاقي فيديوهات على ازاي تتعلم الانجليزي في 5 دقايق، خطتك اللي مش عارف ايه لل 30 يوم اللي جايين. انا لو انا نسيت الانجليزي وهتعلمه في وات ايفر. اول اوف this كل الفيديوهات دي بس كليك بيت عشان ياخدوا كليك بتاعتك، وانت تحس بالانبساط اللي هو انا عندي حاجه اهو دلوقتي. بس الحقيقه انا يعني انا بتفرج على الكومبيتيشن، او بتفرج على المنافسين او المدرسين التانيين بيعملوا ايه او شغالين ازاي، وانا بحس ان مفيش فعلا يعني حاجه ملموسه انت تقدر تستفادها. يعني لو انا مثلا شخص بحاول اتعلم انجليزي، ما اظنش ان دي حاجه هتكون مفيده بالنسبه لي. one last thing، انت ما تقدرش يعني you simply cannot keep doing the same thing expecting different results. ما ينفعش تفضل تكون بتعمل نفس الحاجه ومتوقع نتائج مختلفه. فاول حاجه تقدر تعملها بشكل مختلف ان انت تتفرج على الفيديو ده للاخر. ما تسكبوش، ما تحطوش في السيفز، ما تعملوش بوك مارك، ما تقفلش، اتفرج عليه. اوكي، وده ميم مش محتاج اشرحه يعني. اتمنى ان في نهايه الفيديو تكون بتحس جه الماس يعني. طيب، خليني اعرفك بنفسي قبل ما نبتدي. So who am I and why should you listen to me? My name is شريف عبد الباسط. انا اسمي شريف عبد الباسط، وانا بدرس انجليزي بقالي حوالي 4 سنين. اشتغلت مع students من دول مختلفه، بلا بلا. انا بحاول اعمل كونتنت يكون مؤثر، يعني كونتنت فعلا يفيدك، يعني يحدث تغيير في حياتك، مش مجرد حاجه تتفرج عليها وبعدين تقفل وتموف اون وذ يور لايف يعني. اتمنى ان الكونتنت ده يساعدك تتعلم انجليزي وتحس بالراحه النفسيه تجاه النقطه دي، تحب الانجليزي يعني تستمتع بدراسته، تستمتع باستعماله. يعني كريزلت بقى من ده، طبعا في ريزلتس مهمه جدا، ان انت هتحسن وضعك المادي او هتحسن وضعك الاجتماعي. الانجليزي لغه مهمه جدا جدا جدا، واعتقد انت بتتفرج على الفيديو ده عشان كده، يعني انت متفهم قد ايه حاجه زي كده مهمه. انا تفل وسالتا سيرتيفايد انستراكتور من كامبريدج، وحاليا بشتغل على الدلتا موديول 1 بتاعي، ويعني ده زي ماسترز ديجري كده من وات ايفر يعني. آم، انا كنت الفاوندر بتاع اكاديمي. احنا مش شغالين دلوقتي عشان للاسف يعني في ناس بتبعت لنا رسائل وانا مش بقدر ارد عليها للاسف. فانا كنت عامل اكاديمي اسمها انتنسو انجلش، وفي الاكاديمي دي كنا بندرس الناس اللي مستواها بي 1، او يعني بنساعد الناس اللي مستواها بي 1 بس، الناس اللي مستواها انترميديت. واحنا دلوقتي مش شغالين دلوقتي، يعني وقفنا البيزنس ده. ودي شويه من الريفيوز اللي الستودنتس سابوه لنا. الكورس مش عارف ايه كويس، تجربه ممتازه من حيث المتابعه والتطبيق. انا كنت متردد فعلا قبل ما اخد التجربه دي في البدايه خالص، كنت متردد ان اشترك. ناس محترمه وفريندلي جدا. انا بسال في اماكن كتير جدا، بس ايه بصراحه فكره الكورس I really enjoyed the intensive English بصراحه. ايه كده 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 كده. فدي ريفيوز تقدر تخش تقراها على فيسبوك، او يعني مش عارف، انا مش عاوز اطول في الحته دي، بس انا حطيتها ليه؟ عشان انت مش عارف انا مين. فاللي هو انا محتاجه اوريك يعني بروف ان hopefully اللي انا هشاركه معاك هنا valuable. اوكي، عشان كده اللونج انترو دي انترو طويله جدا، هدفها بس انا عاوزك تتفرج معايا على الفيديو ده للاخر. طيب، ايه بقى حاجه إيه انا مثلا بعملها مش عايزك انت تعملها، ان انا ساعات بتفرج على كورسز ومش بعمل حاجه، بمجرد بتفرج وانا end up doing nothing. يعني انا بتفرج مثلا، انا حاسس ان انا اكتسب على العلم، ولكن يعني انا عايزك في الكورس ده تعمل بس حاجتين. اوكي، يعني توعدني بحاجتين، هناخد 2 اكشن بوينتس في الكورس ده. اوكي، او يعني في الفيديو لو انت بتتفرج عاوزك تعمل لي حاجتين، واحد بس، يعني حاجتين بس. اول حاجه، ما تتفرجش على الفيديو ده وخلاص. يعني ما تتفرجش وانت نايم على السرير او انت بتاكل. اي دونت نو انت بتتفرج عليا دلوقتي بتعمل ايه، بس يعني ما تتفرجش كده وخلاص. روح هات ورقه وقلم وخد نوتس على الحاجات اللي انت تحسها مثلا انا كنت بعملها غلط، او حاجات انا محتاج ابتدي اعملها. whether دي حاجات ليها علاقه بالانجليزي، او حاجه مثلا ممكن اقول جمله او وات ايفر، يعني حاجه ليها علاقه بالانجليزي، او حاجه ليها علاقه بالطريقه اللي بتفكر فيها تجاه اللغه او تجاه نفسك او وات ايفر. في اليوتيوب كومنت سيكشن، في الكومنتات تحت، تقدر تكتب التايم ستامب وتكتب نوتس لنفسك. يعني مثلا في الدقيقه 13 مثلا شريف قال جمله عجبتني او عاوز افتكرها، فاكتب مثلا 13 8 ده ومثلا نوت عليها. اوكي، تقدر برضو ان انت بقى تريبلاي على الكومنت بتاعك. يعني كل ما انت تتفرج مثلا هتلاقي حاجه مفيده او حاجه عجبتك او ايا كان، خد النوتس بتاعتك في اليوتيوب. لو مش حابب تكتب في اليوتيوب قشطه، خد يعني اكتب على ورقه وقلم، نو بروبلم. انا
يعني انا عاوزك ايه، انا I want you to take action. معظم الناس اللي بيشوفوا كورسات مش بيعملوا اي حاجه، بيتفرجوا على الكورس وخلاص. ده لو اتفرجوا عليه اساسا، فاتفرج عليه وخد اكشن. فكك من الايجو بتاعك، فكك من الجزء اللي هو بيقول لك يا عم ها يلا انجز، فين البلان. انا غالبا يعني في ناس بتفكر كده غالبا، اللي هو يلا انجز انجز انجز، عشان انا بقى لي 16 دقيقه بتكلم لسه ما ابتديناش في حاجه. ف يعني بلاش. تراست مي، انا بقى لي مثلا حوالي 3 اسابيع بجهز في الكورس ده. وبحاول يعني بشيل حاجات واحط حاجات، طب لا الحته دي مش منطقيه، طب لا رتب هنا. فصدقني انا حطيت وقت كتير قوي 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 planning this course. ف يعني مش عامله عبثا. اوكي، هتلاقيني بقول لك مثلا اعمل كذا او مش عارف ايه. ارجوك follow my advice. طيب، taking action يعني اتخاذك خطوات صغيره او خطوات انت ممكن تحسها مش مهمه او ملهاش افكت كبير قوي، بتدي عقلك دوبامين وبتساعدك ان انت تعمل حاجات اصعب او حاجات اكبر، يعني تخليك تعمل حاجات more challenging and bigger. عاوزك تاخد اول اكشن ليك دلوقتي، هتوقف الفيديو ده وتكتب الجمل دي في اليوتيوب كومنتس او على ورقه وقلم. اوكي، ايه هو بقى الكومنت الكلام؟ عهد البدايه غير المثاليه. اوكي، هنبتدي حتى لو الدنيا مش بيرفكت. طيب، فاول حاجه في العهد انا محتاج ايه؟ انا هتفرج على الفيديو ده لاخره وهاخد ملاحظات في الكومنتات او على الورقه بتاعتي. اوكي، تاني حاجه في العهد ده اخر فيديو هتفرج عليه عشان اتعلم انجليزي. مش هتفرج على فيديوهات هاو تو ليرن انجلش تاني، مش هتفرج على ريلز لمدرسين بيقولوا لي ازاي اتعلم، مش هتفرج على اي حاجه تانية. عشان انا ايه، ما ينفعش افضل اخطط طول حياتي قبل ما اخد خطوه في اي شيء. تمام، وانا متفاهم جدا جدا نقطه اللي هو انا محتاج كلير بلان، انا محتاج كلير ستراكشر، وعشان كده عملت الفيديو ده. بس خلاص، دي اخر حاجه انت هتتفرج عليها. بعد ما اخلص الفيديو ده هاخد اكشن. بعد ما اخلص الفيديو ده، اول ما اخلصه على طول هاخد اكشن وابتدي في خطه السبع ايام. حتى لو انا مش مقتنع تماما بالكلام اللي اتقال في الفيديو ده، حتى لو انت حاسس مثلا ان انا عامله ده وحش، ابتدي فيه وبعدين نبغير بعدين. اوكي، طيب، فوقف الفيديو دلوقتي، اكتب الحاجات دي في الكومنتات او اكتبها على ورقه وقلم. يا رب تكون وقفت. طيب، بوينت نمبر 2 او اكشن بوينت نمبر 2، عاوزك تخش على الجوجل بلاي ستور. لو انت اندرويد، لو انت عندك ايفون خش على جوجل بلاي ستور او على اي او اس ستور ونزل الابلكيشن ده، اسمه سكول، SKOOL. وده اللوجو بتاعه، هتلاقيه حرف الاس كي كده. تمام، فعايزك تنزل السكول دلوقتي. وهتلاقي اما انا انزل الفيديو ده هتلاقي في الديسكربشن او في اول كومنتات انا حاطط لينك الكوميونتي بتاعي، فاقول لك مثلا ايه، دوس اللينك ده عشان تخش الكوميونتي بتاعي. ف نمبر 1 هتنزل سكول، وبعدين نمبر 2 هتدوس على اللينك عشان تخش الكوميونتي بتاعي. وتدوس على جوين ناو. اوكي، فهتخش على الكوميونتي، تدوس جوين. وبعدين بقى انا هقبلك في الكوميونتي، وليتر اون يعني هقول لك ليه ده مهم. بس دلوقتي عاوزك تكتب الكومنت ده، اكتبه على ورقه او اكتبه في الكومنتات، نزل سكول ودوس على اللينك بتاع جوين ماي سكول كوميونتي، وهشرح لك بقى اكتر ايه الكلام ده. بص، انا بفكر في كل حاجه. بص، I know this might sound fucking silly but please trust me, writing these statements will help you improve your English. انا عارف ان انا الجمل اللي انا بقول لك اكتبها دي عبيطه، لو انت ممكن تحس ايه العبط ده، بس ارجوك اكتب الجمل دي. انا عاوزك تعمل الحاجتين دول بس وانت بتتفرج على الكورس. وقف دلوقتي واكتبهم قبل ما تبتدي. اوكي، طيب تعال نبص على احنا هنكفر ايه في الكلام اللي جاي ده عشان تكون بس ايه يعني مستعد. هنتكلم على ايه؟ هنتكلم الاول على addressing mindset او البيليفز او الافكار مثلا اللي انت او المشاكل اللي انت غالبا بتواجهها. بعد كده هنتكلم على نصايح عشان تتعلم انجليزي احسن من الناس التانية. هنتكلم على 3 نقاط بالتحديد. وبعدين هنتكلم على الديلي روتين بتاعك شكله هيكون عامل ازاي. ف what your routine will look like، الراشونال او يعني ليه انا عملت البلان بالشكل ده، والتولز والريسورسز اللي انت هتستعملها في الخطه بتاعتنا. طيب، تعال الاول نتكلم على المايند سيت والبيليفز والكلام ده. من اكتر حاجات اللي من اكبر المشاكل اللي بتواجه الناس في تعلم حاجه او في عمل اي حاجه صعبه، وانا انكلودد، ان ايه، ان مش بيكون في باك اب بلان. ففي بيكون مثلا في بيج بلان، انا عاوز مثلا اعمل يوتيوب كونتنت يكسر الدنيا، انا عاوز اعمل I don't know اوصل 100,000 سبسكرايبر، انا عاوز اعمل فلوس، عاوز ابتدي بزنس وات ايفر، انا عاوز اتعلم انجليزي. تمام، فانا عاوز اتعلم انجليزي. دايما بتبتدي الدنيا بحاجه امبيشس جدا او بحاجه طموحه جدا. انا عاوز اتعلم انجليزي في شهر، عاوز اتعلم انجليزي في اسبوعين، او انا هكون ديسيبليند، انا هكون ملتزم المره دي بجد، انا هلتزم المره دي بجد، انا هلوك ان انا اي حاجه بقى من الكلمات اللي انت بتستعملها. ومفيش باك اب بلان، اللي هو يعني ايه، ماشي كل الحاجات دي جميله جدا، بس انا محتاج يكون عندي باك اب بلان او حاجه صغيره اقدر اعملها بحيث ان انا افضل ماشي على نفس الطريق. وهتكلم اكتر في النقطه دي في الكورس بتاعي على سكول واحنا بنتكلم. بس على العموم من اكتر حاجات اللي
بحسها بتعطل الناس ان مفيش باك اب بلان. وباك اب بلان دي بقى ممكن تكون حاجات كتيره. يعني ما عنديش مثلا شخص اقدر ارجع له لو انا الدنيا خيشت مني، او لو انا الدنيا وقعت مني ارجع لمين، اسال مين يتابع معايا. ما عنديش برضو باك اب بلان من حيث انا هشتغل على ايه. يعني لو انا صحيت من اليوم مثلا زهقان، هشتغل على ايه وهعمل ايه بالتحديد. هذاكر 4 ساعات لو انا صاحي من النوم مش مبسوط؟ معظم الناس مش تقدر تعمل كده. فاذا انا محتاج يكون عندي باك اب بلان صغيره. طيب انا عندي الورست كيس سيناريو، لو انا صحيت مش مبسوط، انا هذاكر دقيقه، انا هتفرج على ريل بالانجليزي، انا هذاكر كلمه واحده، هفتح الديكشنري اذاكر كلمه وانا كده مبسوط. هنتكلم اكتر على having backup plan واحنا بنتكلم يعني في وسط الكلام. تاني حاجه challenging، او تاني حاجه مثلا بحس بتوقع الناس. انا حطيت الميم ده عشان يعني الميم ده representation للحاجات اللي انا بشوفها الناس بتعملها. حرفيا بيعملوا كده، يعني بيوقع نفسهم بنفسهم. عشان وانا بقى كنت بعمل الحاجات دي برضو، يعني انا ما زلت وكنت بعمل الحاجات دي، بس بحاول اخلي بالي من الحاجات دي. ايه هي؟ ان انا عاوز الحاجه تحصل بسرعه، لازم النجاح بسرعه، والسكسس بسرعه، والفلوس بسرعه، والعلم بسرعه، والنمو بسرعه. nothing happens fast. فالناس بتعمل ايه؟ بتشوف مثلا كورس زي كده، ولا تشوف بلان، ولا تشوف لها ابلكيشن، وبعدين ايه؟ تستدي هارد. انا هذاكر بقى، هذاكر جامد، بعدين ايه؟ بتبيرن اوت وتحترق. بيتسالوا يعني how long is this going to take؟ انا هقعد قد ايه لحد ما اوصل بي 1؟ انا هقعد قد ايه لحد ما ابقى سي 1؟ انت ليه بتفكر في سي 1 وانت اصلا اي 2؟ آه ها بعد كده هعمل ايه؟ فانت لو ايه بتتفرج على الكورس ده، طب بعد ما اوصل بي 1، اما توصل بي 1 بقى نشوف بقى هنعمل ايه. طب انا هبقى فلوينت امتى؟ ف يعني من الحاجات اللي انا اتعلمتها في حياتي في السنه اللي فاتت، ان انا ما تسالش على تايم فريم بتاع اي حاجه. يعني مفيش تايم فريم لا يعني واضح لاي حاجه. في مثلا statistics. فانا اقول لك عشان تنتقل من مستوى الى مستوى اخر تحتاج حوالي 100 ل 200 ساعه عشان تنتقل من مستوى لمستوى تاني. اوكي. فانت يعني typically ان الناس بتعمله ان هي بتقعد تحسب، ف 200 ساعه على انا هذاكر 4 ساعات في اليوم، فده يبقى 50 يوم، يبقى انا لغايه مستوى في شهرين. بس في الحقيقه بارض الواقع يعني things happen differently. صح، بيحصل لك مشاكل، بيحصل لك قصص، نفسيتك مش بتكون مساعده، مديرك بيكرهك في عيشتك، بتتخانق مع عيلتك، صاحبتك تسيبك، ايا كان بيحصل حاجات بتعطلنا. فانا شايف انسب حاجه ان انا ما اقعدش اتساءل انا هوصل امتى، واستمتع بالرحله. وصدقني حتى بعد ما توصل يعني حياتك مش هتبقى فراشات، عادي يعني تكون شخص بيعرف يتكلم انجليزي. بس انا بعرف اتكلم انجليزي وانت وعادي يعني. مفيش حاجه مميزه هنا يعني في الجانب ده من الحياه. طيب، تالت حاجه ان الناس ايه بقى بتعتمد على نفسها. انا هعتمد على نفسي، انا هسيلف ستادي وانا هلتزم مع نفسي. آه، ساعات ده بيكون كويس، وساعات مش بيكون عندك اوبشن غير ده. بس انا شايف ان هو من ال ايه، يعني من الايجو بتاعك، او من الحماقه مثلا، ان انت ما تطلبش المساعده من حد، او ان انت اللي هو ايه، لا انا هعمل الدنيا لوحدي، انا مش محتاج حد، انا هذاكر لوحدي، بس هات لي البلان وانا كده. عشان كده عملت الكوميونتي بالمناسبه يعني، عملت الكورس ده بشكل معين، بحيث ان هو ان انت تطلب الدعم من الناس التانية، والناس تدعمك، وان في سيركل حواليك كده، يبقى في يعني سبورت من ناس حواليك. وده بيعلي نسبة نجاحك في أي حاجة. لازم يكون في ناس بتدعمك، وناس بتساعدك، وناس فاهمة المشاكل اللي أنت بتمر بيها، وناس بتمر بنفس اللي أنت بتمر بيه. مجرد بس إن أنت يعني محاط بالناس دي يساعدك طبعا، ويديك موتيفيشن، ويساعدك إن أنت تكمل. نمبر 4 هنتكلم على why you should do less. ومن اكتر مثلا الحاجات اللي بتكون صعب على الانسان ان هو يبتدي اي حاجه، ان في too many resources, too many things. عايشين في عصر الانترنت، فيه 7000 ابلكيشن، و7000 كتاب، 7000 بودكاست. وانا كنت بعاني من المشكله دي في الكونتنت والبيزنس. فانا محتاج اعمل بيرسونال براند، ولا محتاج اتعلم ازاي امنتج الفيديوهات، اخد بقى كاب كات اديتنج، مش عارف، ولا محتاج اظبط الثامبنيلز، ولا محتاج اتعلم بابليك سبيكينج، ولا محتاج ما اعرفش، محتاج اخلي الفيديو ده ايه بروفيشنال اكتر، اظبط الاضاءه في بقى 7000 حاجه ممكن تعملها. في نهايه المطاف كل حاجه في الحياه تقدر تبسطها ل واحد اتنين تلاته، 3 حاجات مثلا تعملهم. تقدر تابلاي الكلام ده على معظم جوانب الحياه. تقدر تابلاي الكلام ده مثلا في الجيم او في الرياضه. انا عاوز مثلا جسمي يبقى شكله كويس، اذا انا محتاج انزل الجيم، اشوف الحديد فين، اشيله واحطه، وبعدين ارجع البيت اكل بانيه وانام كويس. يعني دي الفكره الرئيسيه. انا عايز اعمل بيزنس وعايز اعمل فلوس، اذا هتحتاج تعمل كونتنت، وتحتاج تساعد الناس، وبعد كده هتقدم لهم حاجه تساعدهم او تسرع لهم البروسيس بتاعتهم. بس خلاص بقى مش محتاج بقى تقعد تفكر في حاجات تانية. فقلل الابلكيشنز، قلل الانفلونسرز اللي انت بتتفرج عليهم، قلل التيتشرز، قلل الطرق،
قلل كورسز وقلل distractions. النقطه الخامسه برضو دي حاجه انا اتعلمتها مؤخرا عاوز اشاركها معاك، اللي هو حاول ان انت تخلي توقعاتك من نفسك قليله. ما تقعدش تطالب من نفسك حاجات كبيره، وما تقعدش تطالب من نفسك ان انت تبقى بيرفكت، او ان انت تلتزم بالخطه 100%، او ان انت تخلصها بسرعه، او ان انت ايا كان. يعني كل الاكسبكتيشنز اللي انت حاططها على نفسك عيش من غير اكسبكتيشنز، وما تحطش اكسبكتيشنز للفيديو ده حتى. يعني فاهم، اتفرج هنشوف ايه اللي هيحصل. انا بسجله ما عنديش اكسبكتيشنز، هيعجب الناس مش عارف، هيفيد الناس ما اعرفش، بس انا بعمله. تمام. لو انا عندي هاي ستاندرز انا هفضل بقى اعمل في الكورس ده، لا انا مش هعمله 3 اسابيع، انا هعمله 4 شهور. وده اللي انا كنت بعمله عموما في الماضي. يعني كنت بقعد افكر بقى كتير، بس انا عاوز اعمل كورس. طب انا الكورس هعمله ازاي؟ طب انا هكتب فيه ايه؟ طب اكتب وبعدين امسح وبعدين. فحاول ان انت تexpect less out of yourself. والانسرتينتي او عدم الحتميه، مفيش اي حاجه. حتى عارف البلان دي، انا نفسي بجد اقول لك دي احسن بلان في العالم. بس انا بقى كداب لو قلت لك كده. عشان ايه؟ مش عشان البلان وحشه، بس عشان مفيش حاجه اسمها البلان المثاليه. يعني حتى مثلا انا كنت بحاول اقرا على ريسيرش ايه مثلا احسن طريقه تتعلم بيها لغات. literally nothing. يعني في كوت افتكرها من كتاب كنت بذاكره، اللي هو ايه، الناس اللي عماله تعمل ريسيرش في second language acquisition، او ازاي اللغات بتكتسب، هم ما فيش اتفاق ما بينهم. ما فيش زي الدكاتره لما تقعد تختلف ايه انسب تدخل جراحي. ما فيش امثل طريقه، في طريقه، وبعدين بقى انا بجربها وبشوف بتشتغل معايا هتظبط ولا لا. بس الفكره ان انا محتاج ان انا التزم بحاجه، ان انا امشي في حاجه. فتقبل الانسرتينتي، تقبل عدم الحتميه، وتقبل ان مفيش حاجه مثاليه. هيجي عليك ايام هتتساءل انا بعمل حاجه الصح ولا لا، انا ماشي الطريق الصح ولا لا، هي البلان دي فعلا هتساعدني ولا لا. مش هتلاقي اجوبه للسؤال دي وانت من بره. محتاج ان انت تخش وتجرب، وبعدين بقى انت تشوف هتساعدك ولا لا، انا ماشي على الطريق الصح ولا لا. بس محتاج تشوف وتجرب، وتجرب لمده طويله. ما تجربش يومين ولا 3 ولا شهر، تجرب 3 4 شهور مثلا، وبعدين لا، ما الطريق ده مثلا مشيت فيه ما عجبنيش. اخر حاجه عايز اتكلم فيها، ودي حاجه معظم الشباب بيحسوا بيها، ايا كان بقى انت في انهي فئه عمريه، فئه العشرينات مثلا، انت في اول العشرينات. حتى انا كنت بحس بالاحساس ده وانا عندي 16 سنه. ليه؟ عشان we live in a world of social media، ودايما بتحس ان انت انا متاخر، انا متاخر، الناس كلها سابقاني، الناس كلها مش عارف ايه، مفيش اي حد سابق اي حد. آم، فلو انت في عندك 16 سنه، لو انت عندك 20 سنه، لو انت عندك 30 40 50، لو انت ايا كان، ممكن تكون حاسس اللي هو ايه، انا المفروض اصلا يكون مستواي اعلى من كده. يعني انا ازاي عندي اكس، ازاي عندي 26 سنه ومش بعرف اتكلم انجليزي؟ ازاي ان في مثلا بشوف عيال عندها 12 سنه بتتكلم انجليزي احسن مني وبيتكلموا فلوينتلي. اتس اوكي. الناس كلها عندها قدرات مختلفة، اتربت في ظروف مختلفة، ظروف مادية وظروف أسرية وظروف سوسيو اي دون نو، يعني في ظروف مختلفة. ف ما تلومش نفسك. you're already starting. مجرد انت بتتفرج عليه دلوقتي الدقيقة 30 بتتفرج، that's more than enough. اوكي that's more than enough. انت على الطريق الصح طالما انت بتحاول، طالما انت بتحاول تحرز تقدم. اوكي. بس ساعات الدنيا بتاخد اطول من التايم فريم اللي انت متوقعه يعني. اوكي. فلا تفقد الامل. اتمنى ان الجزء ده يكون كان مفيد بالنسبه لك. دلوقتي هنتكلم بقى على ازاي تتعلم انجليزي. يعني هنتكلم على 3 تيبس عشان تتعلم انجليزي اسرع من الناس التانية. الحاجات دي مثلا بلاحظها في الكلاس روم، او بلاحظ مثلا ميستيكس الستودنتس بتوعي بيعملوها. حاولت الخصها في 3 نقط، عشان برضو مش عاوز الكورس ده يكون ثيوريتيكال قوي. يعني مش عاوز اطوله قوي، ويعني مش عاوز اطوله قوي، مش عاوز اقصره قوي. فهشارك معاك شويه تيبس من الحاجات اللي انا يعني فاكرها، واتمنى ان انا ما اكونش ناسي حاجه تانية مهمه. اول حاجه في المستوى ده، I structured this course بطريقه specific، بحيث ان انت ايه، يعني تخرج من A to B1 معاك فاونديشن صحيحه، او معاك اساسيات صحيحه، او اتعلمت بطريقه صحيحه، عشان ما تخشش B1 تواجه المشاكل اللي B1 و B2 الناس اللي في مستوى البي 1 بيواجهوها. يعني انا بشوف كل واحد في كل ستيج ايه المشاكل اللي هي بتواجهه. بيكون في مشاكل مثلا في البرونانسيشن، نابئه عن ايه؟ نابئه عن ان هو مثلا بيتعلم عن طريق القرايه قبل الاستماع. وحاجه بنتعلمها في التيتشنج، او انا اتعلمتها مثلا في التدريس، ان عندنا ستراكشر معين كده بندرس بيه لما نيجي ندرس فوكابلري جديده في الكلاس بتاعنا. مثلا هو اسمه MPF. وان انت مثلا كتيتشر المفروض لما تدرس كلمه، محتاج اول حاجه تدرس المينينج بتاعها، يعني ايه الكلمه دي معناها ايه. بعدين تدريل البرونانسيشن، توري الستودنت ازاي ينطق الكلمه دي. بعدين توري له الفورم، توري له الكلمه دي مكتوبه ازاي. انت كستودنت غالبا مش عارف كده انا ساعات كتيتشر بنسى اعمل كده. وانت مثلا لما تيجي تتعلم كلمه جديده في اللغه الانجليزيه، دايما حاول تستمع لنطق الكلمه الاول، قبل ما تقراها في دماغك، او قبل ما تقراها بصوت عالي. عندك مثلا كلمه زي دي، في ناس بيقولوا pronunciation، او I don't know. يعني مثال مثلا الكلمه دي كلمه طويله،
اوكي، كلمه طويله ومش كل الناس مثلا تقدر تنطقها كويس. عشان اول حاجه محتاج اعملها عشان انطق اي كلمه او اي كلمه اقابلها عموما بقى في رحلتك لتعلم الانجليزي، لازم اخدها كوبي واحط كده يعني ايه نوت كلمه pronunciation على جوجل pronunciation. اوكي، نشوف كده جوجل هيطلع لنا ايه. خلينا نقول مثلا comfortable، ده مثال بحب اديه عشان الكلمه الناس كتيره مش بتعرف تنطقها. فانا شفت الكلمه دي، الفيرست امبريشن بتاع اي حد بيتعلم انجليزي ان هو بيبص على الكلمه دي يقول comfortable. تمام، بس دي مش الطريقه اللي كانت بتنطق بيها. ليه؟ عشان الانجليزي مليان 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 كلمات طريقه كتابتها مش مماثله للطريقه اللي الكلمه بتنطق بيها. فانا اي كلمه جديده اقابلها انا محتاج الوك اب البرونانسيشن بتاعها. يعني انا نمبر 1 انا عرفت كلمه comfortable معناها مريح، تمام، انا فهمت الكلمه دي معناها ايه. قبل ما اعمل اي حاجه، قبل ما اكتبها، قبل ما احاول احفظها، لازم ان انا ابص على البرونانسيشن بتاعها، فاكتب الكلمه زائد pronunciation على جوجل واسمع البرونانسيشن. comfortable, ماليش دعوه بالسبيلنج، انا ماليش دعوه في COM وراها FOR وراها تيبل، ماليش دعوه، انا ليه دعوه باللي انا سامعه. comfortable, comfortable, طيب تعالى نبطئها شويه. comfortable, فانا سامع comfortable، صح؟ comfortable, comfortable. comfortable, comfortable. طيب comfortable, comfortable بس، انا كده بنطق صح. comfortable، مفيش بقى في هنا حروف انا مش بنطقها، تمام. وعشان كده الناس البرونانسيشن بتاعها مثلا، يعني الناس اللي بتتعلم عن طريق ريدنج، او الناس اللي مش فاهمه ازاي تقرا كويس، او بيعملوا مثلا عادات مش صحيحه وهي بتذاكر، في النهايه بيطلع مثلا pronunciation بتاعهم مش مظبوط قوي، فمثلا يقولوا كلمات كتيره صح بعدين تطلع كلمه كده تبان غريبه. فعشان ما تقعش في نفس الخطأ ده وانت في المستوى ده، لما تقابلك اي كلمه جديده لازم تسمع البرونانسيشن بتاعها. واحنا في الكورس عموما او في البلان بتاعتنا الطريقه يعني اللي احنا بنذاكر منها اصلا احنا بنذاكر عن طريق الاستماع. فوانت بتستمع انت بتسمع الكلمه وبتشوف السبيلنج بتاعها، فانت اوريدي بتبراكتس الحاجتين دول مع بعض. بس على العموم لو واجهتك كلمه مثلا وانت بتقرا حاجه وات ايفر، قابلتك كلمه بالصدفه عاوز تبص عليها، دايما اسمعها الاول. نمبر 2، عاوزك تنوتس هاو ثينجز ساوند. يعني ايه؟ وانت بتذاكر انجليزي او انت بتسمع وانت بتتفرج على فيديوهات اللي على يوتيوب مثلا، pay attention، خلي بالك من الحاجات الصغيره. عشان مثلا الامريكان في اصوات مثلا بتقع، او في بيعملوا لينكينج مثلا، فكلمه what did you do yesterday مثلا، what did you do yesterday، فانا شايفها مكتوبه what did you do yesterday، صح؟ what did you do yesterday، صح؟ بس هي نطقها ايه؟ what you do yesterday، what you do yesterday، what you do yesterday. وحتى مثلا هنا عندي الار في yesterday، يعني مش بيقولوا yesterday، هو بيقول yesterday غالبا، ايا كان بقى امريكان بريتش سبيكر. ففي بيكون في حاجات ساتل كده، وفي مثلا حاجه ساتل في الانتونيشن في النغمه بتاعتي، فاقول what you do yesterday، فانا هنا انا curious مثلا، ممكن اغير نبرتي شويه فالجمله يكون معناها انت عملت ايه امبارح، فانا متعصب. فدي الحاجات الصغيره وانت بتتفرج على كونتنت، وانت بتشادو من الانكي فلاش كوردز وانت ماشي على البروجرام، لاحظ الحاجات الصغيره في النطق وفي الجرامر وفي استعمال الفوكابولري. ويعني هديك امثله اكتر على ده. في طريقتين يساعدوك ان انت تبرونونس ووردز بيتر، او ان انت تتعلم تقرا كلمات طويله او كلمات معقده. افتكر فيديو مضحك جدا لحد من السعوديه تقريبا، كان بيحاول يتعلم كلمه literally، فصعب literally كده. فحاجه تقدر تعملها، في two methods تقدر ان انت تبراكتس البرونانسيشن بتاعك. ان انت تعمل front chaining، ان انت تقسم الكلمه، chain يعني سلسله، انت تقسم الكلمه لكذا مقطع. اوكي، وهو اوريدي اصلا جوجل بيعمل لك الحاجه دي، فانت مش محتاج تفكر فيها كتير. بس انت تقدر تابروتش الكلمه من الاول للاخر، ده كده اسمه front chaining. ف لترا لترا، فهي دول بيروحوا مع بعض غالبا. تعال نسمع كده. literally, صعبه فعلا. literally, literally، اوكي، ف literally اوكي، ده اسمه front chaining. ساعات في كلمات تانية مثلا انت تقطعها من الاول للاخر مش بيكون سهل بالنسبه لك، فتقدر ساعتها تعكس، فانت تقرا من الاخر للاول، فاقول لي لي تشارلي literally، فانا ممكن انطقها من الاول للاخر وممكن انطقها من الاخر للاول. this tip is especially useful للكلمات الطويله، كلمات مثلا زي ايه، معرفش، في كلمه مثلا جت على دماغي براجادوشس مثلا، براجادوشس براجادوشس يعني شخص، حتى انا كاتبها غلط.
braggadocious يعني شخص يعني بيتفاخر، بيشو اوف، كده يعني. فكلمه طويله قوي، فانا ممكن اقسمها من قدام، فاكتب مثلا ايه اول جزء هو برا او براج، تمام؟ فده اول مثلا جزء من الكلمه. براجا، بعدين براجا، اوكي، بعدين دو، براجا دو، براجا دوش، براجا دوشس. اوكي، انا كده عملت فرونت تشيننج، وعايز اعمل باك تشيننج بقى، ابتدي باخر حاجه انا سمعتها شس، صح؟ براجا دوشس، انا سمعت اخر حاجه شس. بعدين ايه؟ دوشس. بعدين براجادوشس. فايه ممكن اقول شس، دوشس، براجادوشس. اوكي، دي طرق تقدر تستعملها عشان تتعلم ازاي تنطق كلمات طويله. طيب اتكلمنا على ازاي محتاجين ان احنا دايما نسمع الكلمه قبل ما نقراها او نقراها في عقلنا او وات ايفر. لازم اسمع الكلمه. ارجوك فولو ماي ادفايس، حتى لو كلمه بسيطه جدا، يعني كلمه مثلا زي I don't know اي حاجه، يعني اي حاجه انت حاسسها مثلا، الا لو انت الكلمه اوريدي عارفها. يعني انت عارف كلمه small، تمام؟ بس في ناس مثلا بتقول ايه small، صح؟ يعني انت مصري او عربي او ايا كان، العرب بيقولوا ايه small، بس انت حاسس ان انت بتنطقها صح، بس هي لا، يعني بيقول small، بنقول all مش all. آه فخلي بالك من النقطه دي. تقدر تقسم الجمل زي ما احنا عملنا into smaller syllables، تقسمها مقاطع صوتيه اصغر، او ببساطه كل اللي انت محتاج تعمله عموما يعني نلخص الكلام ده كله، ان انت تكتب الكلمه زائد pronunciation. تكتب مثلا island pronunciation، هتلاقي جوجل عمل لك كل الشغل. هو ايه بيقول لك ايه sounds like ايه، يعني like island، island. اقدر اسلو داون هنا. لو عايز تقدر تقلب British pronunciation whatever، يعني مفيش فرق كبير قوي، بس خليك في الامريكان pronunciation. فدي اول تip حبيت اوجهها لك او حبيت اشاركها معاك بخصوص ال pronunciation. تاني تip try to notice. يعني لو فعلا عاوز تبقى معلم في اللغة دي او عاوز تبقى فعلا جامد فيها، الجامد مين؟ الشخص الشغوف بيها والشخص اللي بيلاحظ الحاجات الصغيرة. اوكي، حاول تنوتس البرونانسيشن. يعني وانت بتسمع انا شايف مثلا على الجملة هو بيقول what did you do yesterday، بس انا سامع what you do بس. وده هيساعدك بقى ان انت في المستقبل لما تيجي تتكلم وتيجي تعمل اوتبوت، انت هتتكلم بنفس الطريقه اللي النيتيف سبيكرز بيتكلموا بيها، تمام؟ حاول تنوتس البرونانسيشن، حاول تنوتس الجرامر، حاول تلاحظ الجرامر. فهنا مثلا عندي ايه يعني لاحظ مثلا الافعال. فانا اقول لك مثلا I went to school yesterday، مش عاوزك، يعني انا عاوزك بس تلاحظ ان went دي فعل في الماضي، went دي يعني راح. هي البريزنت تنس بتاع ايه go. اوكي، لاحظ الحاجات دي. لاحظ مثلا الجمل what are you doing، انت بتعملي ايه، فمعناها انت بتعملي ايه دي معناها اللي هي ايه، انت بتعملي ايه دلوقتي، فده معناه البريزنت كونتينوس. مش محتاج ان انت تفهم ان ده اسمه البريزنت كونتينوس او ان ده اسمه البريزنت سمبل او ان دي قاعده اف الثالثه او وات ايفر، بس لاحظ الحاجات دي. what are you doing، انت بتعملي ايه. في اي ان جي هنا، بعدين اشوفها مثلا ايه he's playing outside، في اي ان جي هنا برضو معناه ان الواد بيلعب بره. وانت بقى بتسمع اكتر، او انت بتجت اكسبوز تو مور كونتنت، او انت بتتفرج على كونتنت اكتر، بتقرا اكتر، هتلاقي بقى ايه عقلك هيبتدي يفهم الباترنز دي، يبتدي يفهم مثلا ان لو حاجه فيها اي ان جي معناها ان هي بتحصل دلوقتي. فانا ممكن playing reading swimming dancing ده اوكي، او he is swimming he is dancing. فلاحظ الحاجات دي. لاحظ الكولوكيشنز، اللي هو ايه الكلمه اللي بتمشي مع الكلمه التانيه. من الانجليزي مثلا في كلمات بتمشي مع كلمات، يعني ايه في طرق للتعبير بتكون ناتشرال اكتر، ان كلمه مثلا بتمشي مع كلمه معينه، او كلمه بتاخد ظرف معين، او لو انا عايز اعبر عن حاجه مثلا معينه في فيكسد اكسبريشن، في تعبير معين نقدر نستعمله. في phrasal verbs مثلا اللي هو ايه look up to someone. اوكي، فlook up ده اسمه phrasal verb. اوكي، انا look up ممكن يكون ليها كذا معنى. look up مثلا ممكن معناها يكون ان انت تدور على حاجه، ممكن يكون معناها ان انت تدور على حاجه على النت مثلا، او تبحث عن حاجه. يعني ممكن ان انت تبص فوق. ممكن يكون معناها مثلا ايه look up to someone، مثلا look up to someone ان انت تبص لشخص مثلا يعني يبقى رول موديل بالنسبه لك او يبقى قدوه. اوكي، فلاحظ الحاجات دي. لاحظ ازاي مثلا الكلمه هنا دي معناها ليها معنى مختلف، ولاحظ ايه البريبوزيشنز اللي بيجي وراها، ولاحظ ايه مثلا حروف الجر اللي بتيجي وراها. انا بقول ايه look up to someone، look up to my father، look up to my daughter. خلي بالك من الحاجات دي. يعني ما اعرفش انا بشارك معاك حاجات بزياده، او انت حاسس overwhelming ان الكلام ده زياده، بس يعني ايه لاحظ الحاجات السطل. اوكي، مش محتاج تلاحظ الحاجات اللي انا ذكرتها لك دي، انا بس بديك اكزامبلز. بس انا حطيت لك ميتافور هنا لذيذ عشان عربيتي كانت بايظه امبارح والميكانيكي جه، فانا كنت كيوريوس جدا. هو كان في مشكله في الفتيس وبتاع، وبعدين افتح الكبوت عمل لي تك تك تك، بعدين دخل رفع الكونسوله بتاعت الفتيس. المهم يعني انا اللي هو ايه بلف حواليه كده وافتح الباب التاني، انت بتعمل ايه؟ بس فحاول ان انت بتتعلم انجليزي هو ايه يكون عندك نفس الكيوريوسيتي دي، او نفس الفضول. يعني ايه اللي بيحصل هنا؟
هو ليه هنا مثلا كذا كذا، عيد الجمله مره تانية. انا سمعت كذا بس هي مكتوب كذا. لازم تكون كيوريوس عشان تتعلم اللغه دي، عشان تتعلمها كويس يعني. تالت حاجه وهي عوده للبرفكشنزم. في المستوى ده هتحس ان في حاجات كتيره قوي صعبه عليك، او حاجات كتيره جديده. اوكي، في المستوى انت لسه مبتدئ، ايه العالم اللي انا دخلته ده، في حاجات كتيره قوي مش فاهمها، ممكن تحس بالاحباط. طبعا that's part of the process، يعني ده جزء من البروسيس. بس وانت بتذاكر انجليزي ما تقعدش تتعلم كل كلمه تقابلها. اوكي، وعشان كده مثلا بسمع ادفايس من انفلونسرز اللي هو هات الكتاب، اطلع الكتاب بقى ده، او بقى بص بص ايه يا جماعه ترشيحات اجمد كتب. بصوا يا جماعه كتاب جرامر فور انجلش لانجويج تيتشرز باي مارتن بارت. مصدر خطير. مصدر بقى ايه مصدر تعالى بص المصدر بالتوفيق، انا بذاكره بالعافيه. نزل كتب واقراها بالانجليزي. كتب ايه اللي اقراها، انا مش فاهم حاجه. فلازم الحاجه تكون مناسبه لمستوايا، ولازم ان انا اتقبل ان انا مش هكون فاهم كل حاجه. عادي والله، انا بقول لك هو عادي يعني. اتمنى تفتكر كده، اكتب في الكومنتات عادي ان انا اكون مش فاهم كل حاجه، عشان انا مبتدئ وانا متعلم، انا بتعلم دلوقتي. اوكي، اكتب ده في الكومنتات، اكتبه على الورقه والقلم بتاعتك. طب بليز ريمبر ذس. اوكي، عادي ان انت تكون مبتدئ. ما تحاولش تتعلم كل حاجه، سيبك من البرفكشنزم، واتعلم الكلمات المهمه فعلا. يعني ايه الكلمات المهمه فعلا؟ يعني مثلا بالمنطق كده، او بالبلدي. يعني انت لو شفت كلمه مثلا انقراض الديناصورات يعني يسبب ازمه، ما اعرفش، مش محتاج تتعلم كلمه زي انقراض، مش محتاج تتعلم كلمه زي ديناصور، بس محتاج تتعلم كلمه مثلا زي ايه، بحب، بكره، ايد، رجل، مناخير، شعر. اي حاجه يعني، فاهم؟ كمبيوتر، شغل. دي كلمات مهمه. في كلمات بقى مش مهمه، يعني ايه which words truly matter. تمام، فكلمه matter دي مثلا يعني مش مهم ان انت تعرفها في مستواك دلوقتي، وهقول لك برضو اكتر ازاي تعمل، يعني ازاي تعرف ايه كلمه مثلا محتاج تتعلمها ولا لا، لما نبص على اللانجوج اكتر او التول اللي احنا هنستعملها. بس فور ناو، بس ايه، ما تحاولش تتحكم في كل حاجه. ما تحسش هو ده بوكيمون. انا كتبت هنا الاكزامبل بتاع البوكيمون. فالبوكيمون هو ايه، انا عاوز كل البوكيمونز اللي موجوده في الدنيا. لا، واحده واحده على نفسك. ذاكر بس الحاجات اللي انت ايه، الحاجات المهمه، الحاجات اللي انت حاسسها مهمه. وتراست يور جت، تراست يور انستنكت، يعني ثق في حدثك. مفيش اتعلم الكلمه دي وما تتعلمش الكلمه دي، عادي اتعلم كل حاجه يعني، نو بروبلم. بس ابذل مجهودك في الحاجه الصح. تمام، دلوقتي بقى هنتكلم على الديلي روتين بتاعك. وافكرك خد نوتس، خد نوتس الحاجات اللي انا بقولها. لو في حاجه علقت معاك، او حاجه انت شايفها منطقيه، او حاجه محتاج تعملها، خد نوتس عشان ما تنساش. والنوتس دي ممكن ترجع لها في المستقبل، يعني انت تفيدك، تفكرك بحاجه. الديلي روتين بتاعك هيكون عامل ازاي؟ هنتكلم على الروتين بتاعك هيكون ماشي ازاي، ليه عملنا الابروتش ده، او ليه هنفولو البلان دي بالشكل ده. هنتكلم على التولز والريسورسز اللي انت هتكون بتستعملها، واقول لك تستعملها ازاي. طيب، الروتين بتاعنا هيكون حوالي 15 دقيقة على برنامج اسمه انكي، هنحفظ فيه vocabulary يعني من 15 لنص ساعة، على حسب بقى سرعتك يعني. انا عملته بحيث ان هو تذاكر 10 كلمات كل يوم، وده اون افريج هياخد منك ربع ساعة، عشان انت هتكون بتذاكر كلمات جديدة وبتراجع على كلمات جديدة، كلمات قديمة. بمرور الوقت تقضي حوالي 45 دقيقة للانتنسيف listening او مذاكرة. تمام، 45 دقيقة مذاكرة مثلا على يوتيوب شانلز. وحوالي 30 دقيقة ل extensive listening أو reading. اوكي، وهقول لك ايه الفرق ما بين intensive و extensive listening و reading دلوقتي. طيب، خلينا سيبنا من التو كورس دي. فعلى العموم يعني الستراكشر بتاعي او الديلي روتين، الاوبجيكتيف بتاعي، الجول بتاعي ان انا اذاكر حوالي ساعه لساعه ونص في اليوم. اذاكر ساعه واتفرج على حاجات بالانجليزي لمده نص ساعه. ده ايديالي يعني، في عالم مثالي. في ناس بالنسبه لها الساعه دي صعبه، عشان ممكن هو نفسيا مثلا مش مستعد لحاجه زي كده، عنده مشاكل، مشغول، مضغوط، وات ايفر. دي اللي هو ايديالي في عالم مثالي انا عاوز اوصل بس للساعه، ساعه ونص، مش عاوز اعمل اكتر من كده. لو صعبين عليك عادي اعمل 5 دقايق، اعمل دقيقتين، اتس اوكي. تعالى بقى نتكلم على الراشونال، او الكورس عامل ازاي. فانا احنا قلنا ان احنا هنذاكر 15 دقيقه فلاش كوردز على انكي، هنتفرج على فيديوهات او هنذاكر فيديوهات، واقول لك هتذاكر ايه برضو لمده 45 دقيقه، وهتذاكر 30 دقيقه، هتتفرج يعني على انجليزي فور فن لمده 30 دقيقه. هجاوب لك على 10 اسئله. اول حاجه هنتعرف مع بعض على ايه هو الكومبريهنسبل انبوت، وليه انا عملت الكورس بالشكل ده او عملت البلان بالشكل ده. هنتعرف على الفرق ما بين الانتنسيف listening او reading، او يعني active immersion و passive immersion، والاكستنسيف listening و reading. فايه الفرق ما بين النوعين دول من المدخلات. هنتكلم على ليه اصلا بنستعمل انكي، او ليه هنذاكر فلاش كوردز، ليه هنذاكر vocabulary بالشكل ده. هنتكلم على هل المفروض اكون براكتس رايتنج او سبيكينج ولا لا. هنتكلم على المفروض اذاكر جرامر ولا لا.
هنتكلم على قصه الوقت، اللي هو الوقت ساعه كفايه ولا مش كفايه. هنتكلم على هتفرج على ايه الشانلز اللي انا هتفرج عليها. اتفرج عليها برضو هل بجانب البلان دي محتاج اخد كورسز او اشوف كلاسز اخدها، وهل المفروض اعمل حاجه تانية بجانب البلان دي ولا لا. هنتكلم على الكومبريهنسيف انبوت والانبوت هايبوثيسيس بتاعت ستيفن كراشن. اوكي طيب التايتل باظ بس مش مشكله. طيب لو هنلخص تعلم اللغات، او يعني لو هنلخص ازاي الناس بتتعلم لغات، نقدر نقسمها لطريقتين، مفيش يعني حاجه ثالثه. تمام، يا اما هتتعلم انجليزي يا اما هتكتسب انجليزي. فlearning هو التعلم، واكوايرنج او الاكوزيشن هو اكتساب اللغه. انا كشريف انا اكتسبت اللغه، يعني اتعلمت طبعا كان في ستراكشر، اتعلمت في المدرسه، كنت باخد كلاسز في المدرسه وخلاص، يعني ما فيش حاجه تانية. بس باقي كده غير كده انا اكتسبت اللغه، I acquired the language. طيب ايه هو الاكوزيشن او الاكتساب؟ ببساطه ان انت تركز على المينينج، يعني انت تتفرج على حاجه وهدفك الوحيد بس هو ان انت ايه، تفهم الحاجه دي معناها ايه. زي ما انت اتعلمت بالظبط لغتك الام كطفل مثلا، فانت وانت صغير بابا يليوي. ثانية. ماشي، باب البلكونه فتح مره واحده. فوانت صغير بابا ماما لعبه، عمو مش عارف ايه كده، فبتحاول تفهم الكلمات دي معناها ايه، تحاول تفهم باباك ومامتك بيعلموك ازاي. وبالمناسبه باباك ومامتك وانت صغير بيعلموك حاجات صغيره صح، فبيبتدوا لك برضه بكومبريهنسيف الانبوت. فبرافو شاطر مش عارف ايه، تتعلم حاجات انت فاهمها صغيره، بعدين يبتدوا يخلوا الجمله بتاعتهم اطول او اكثر تعقيدا. بعدين بقى لما يكون عندك مثلا 6 7 سنين تكون فاهمهم كويس، خلاص بقى انت خدت this is how you acquired the language. يعني انت خدت input comprehensible input كمان، يعني الانبوت اللي انت بتسمعه بتفهمه. فيقول لك ايه، ها ميه صح، ميه ازازه ميه كده يعني. طيب فستيفن كراشن هو عنده يعني كتب الانبوت هايبوثيسيس وكتب كتاب عنها، ودي من اكتر الابروتشز في تعلم اللغات، يعني اكتر ابروتش مشهور دلوقتي. بيقول ايه في الانبوت هايبوثيسيس؟ ان البروجرس او التقدم بيحصل لما المستمع او الستودنت يعني بيسمع او يقرا التارجت لانجويج او اللغه اللي هو بيتعلمها في مستوى اللي هو ايه، في مستواه بس slightly more challenging، وده مسميه اللي هو ايه الاي بلس 1. فهو مستواي الحالي زائد حاجه صغيره فوقيه. فانا مثلا مستوايا 95%، اتفرج على الكونتنت 5% اصعب بالنسبه لي. اوكي دي يعني الانبوت هايبوثيسيس بتاعته. عشان تكتسب اللغه محتاج تركز على المعنى، تحاول ان انت تركز على الفهم، تحاول تفهم الستوري او المسج الرساله، اكتر من ان انت تحاول تذاكر رولز او قواعد، او يعني الكلمه دي بتيجي وراها الكلمه دي وبعدين هنحط الفيرب ده وراه اس وكده الكلام ده. طيب بالنسبه للطلاقه، الطلاقه يعني بتطلع من ايه؟ من السبيكينج ability develops on its own over time، بمرور الوقت، عن طريق التعرض المستمر للغه، عن طريق listening والريدنج. تمام، فعشان كده الكورس ده هيكون نسبه كبيره قوي منه مبني على القرايه والاستماع، بس مش هيكون قرايه كتب يعني. هنتكلم برضو في النقطه دي كمان شويه. طيب learning ايه هو بقى التعلم؟ احنا دلوقتي اتكلمنا على ايه هو acquisition او الاكتساب. ايه هو التعلم؟ التعلم هو ان انت تذاكر اللغه ببساطه اللي انت عملته في المدرسه. فده معناه ان انت ايه، هتقعد تكتب الكلمه 10 مرات، تنزل بيها في الكراسه، fill in the blanks، تعمل exercises بقى، تملى الفراغات، تركز على الجراماتيكال فورمز، تركز على قاعده الاف الثانيه، فاف بلس فيرب بلس مش عارف ايه، ترجمه translation، فترجم الجمله دي من عربي انجليزي او العكس، dictation التمليه، shadowing ده برضو يعتبر studying the language، repetition تكرار، بيكون بالنسبه للمذاكره. طيب ايه هو approach احسن؟ مفيش صح وغلط زي ما قلنا من شويه. احنا هنعمل الاثنين، هنذاكر ونكتسب، بس يعني المين فوكس بتاعنا هيكون على الاكتساب او الاستماع. يعني خلينا نقول ده بالنسبه لك ك A2 speaker، ان انت تلاقي الاي بلس 1 كونتنت ده بيكون صعب، عشان انت غالبا ما عندكش فوكابيلاري كافيه وما تعرضتش بشكل كافي للغه، فصعب ان انت تلاقي الكونتنت اللي هو المناسب لمستواك، بس اصعب شويه. اوكي، وصعب عموما حتى في البي 1 ان انت تلاقي الكونتنت ده، يعني قصه بتكون تشالنجينج شويه. فالكونتنت اللي معمول للنيتيف سبيكرز، الكونتنت اللي معمول مثلا ترفيهي او معمول للناس اللي هي بتعرف تتكلم انجليزي، بيكون صعب عليك. تمام، فمش ده مش هيكون الاي بلس 1 كونتنت، فمش هتعرف فعلا ان انت ايه تنغمس، مش هتعرف ان انت تعمل immersion. بالاضافه لده الناس مثلا تيجي تحاول تتعلم اللغه عن طريق الاكتساب بيحسوا بالاحباط عشان البروجرس بتاعهم مش measurable، هو مش قادر يقيس هو بيحرز تقدم ولا لا. هو بيجرب حاجات
هو مش عارف، هو مش شايف حاجه، بيتفرج على فيديو هنا، يتفرج على فيلم هنا، بلا بلا بلا، بس دايما بيدور سؤال في عقله اللي هو ايه، هو انا بحرز تقدم ولا لا. بالنسبه للليرنينج او بالنسبه للتعلم، حاجه ميجربل جدا، تقدر تقيسها، تقدر تشوف انا حليت دي، المستر عمل لي صح، المستر عمل لي دي غلط، هنا القاعده انا نسيت اغير الفعل، فتقدر تقيسها. بيديك احساس بالانجاز، gives you a sense of accomplishment. بس الاعتماد فقط على ان انت تقعد تذاكر جرامر وتقعد تذاكر فوكابيلري مش effective. ومعظم الناس اللي حاولت تتعلم بالطريقه دي، يعني انا ما قابلت، يعني يتعدوا على الصوابع الناس اللي فعلا قابلتها مثلا وسالتها اتعلمت ازاي، قال لي انا اتعلمت في المدرسه بالشكل ده واتعلمت. انا مش شايفه ابروتش يعني ناجح ان انت تذاكر بس. وده برضو بيؤدي الى مشاكل تانية، ان هو ايه بيعبر عن نفسه بطريقه مثلا مش ناتشرال، عشان هو بيقعد يترجم من عربي لانجليزي، بيديبند اصلا على الترجمه دي، فمفيش اوتوماتيسيتي اما يجي يتكلم. يعني انا دلوقتي بتكلم معاك مش بفكر في انا ايه الجمله الجايه اللي هقولها. نفس الكلام برضو بيحصل لما تيجي تتكلم انجليزي. لو انت ده الابروتش الوحيد اللي انت اتعلمت بيه اللغه، هتلاقي نفسك انا اريد ان اذهب، I want to go، ولا I want go ولا I want to go. فتقعد بقى تترجم وتقعد تركز على الفورم بتاعك. وكراشن كان بيقول على الكلام ده اوفر مونيتورنج، اوفر مونيتورنج. ففي ناس بقى لما تيجي تتكلم انجليزي تزهقك، يعني اوفر مونيتورنج. كراشن كان بيقول ان في حاجه اسمها مش عارف الاندر مونيتورنج. اندر مونيتورنج ان انت بتتكلم ومش مركز في اللي انت بتقوله على الاطلاق. وفي الرايت اماونت اوف مونيتورنج، مش فاكر كان بيقول ايه ده، اللي هو ايه، انت بتتكلم ومركز في اللي انت بتقوله، وده بيتيح لك فرصه ان انت تغير الكلام اللي انت بتقوله، او ان انت تقفش مثلا الميستيكس، تسبوت ذا ميستيكس وتصلح لنفسك. وده القدر المثالي من المونيتورنج، او القدر المثالي من الوعي مثلا وانت بتتكلم انجليزي. في بقى اوفر مونيتورنج بيحصل، ده اللي الناس اللي ايه بتقعد تتعلم، فهي بتقعد تفكر اللي هو نمبر 1 بتترجم، بعدين تتكلم، بعدين لا بس انا حاسس ان انا اتعلمت في المدرسه ايه اللي مش عارف ايه. وفي نهايه المطاف يعني مش بيعرفوا يتواصلوا بسلاسه، وبيقعدوا اوفر ثينك الانجليزي. فايه الابروش بتاعنا؟ احنا هنذاكر فوكابيلاري. الحاجات اللي هنذاكرها، هنذاكر فوكابيلاري، هنذاكر هاي فريكونسي فوكابيلاري، الكلمات الاكثر شيوعا، عن طريق برنامج اسمه انكي، وده البرنامج اللي احنا هنستعمله. وهدفنا ان احنا نحفظ حوالي اول 1000 كلمه شائعه في اللغه الانجليزيه. في سلسله كتب مشهوره للينجويست او عالم لغويات اسمه بول نيشن، هو عامل كتب اسمها اكتر 4000 كلمه شائعه، the 4000 most essential English words. الكتاب الاول ببساطه سوري. الكتاب الاول بيوصلك لاول 1000 كلمه في اللغه الانجليزيه. يعني هو بيعتمد ان انت عندك خلفيه في اللغه الانجليزيه، درست في المدرسه، فانت عارف كلمات زي مثلا I he she it they play ball football، كلمات زي كده. وبيدرسك بقى ال 600 كلمه اللي بعد كده. فبعد ما تخلص، او يعني لو انت خدت مشيت على البلان زي ما انا قلت لك مثلا 10 cards per day، المفروض تكون مخلص اول 1000 كلمه في خلال شهرين، يعني لو انت كل يوم بتذاكر. فهدفنا ان احنا ايه، نفهم حوالي 70% من الانبوت. الفتره دي انت محتاج تذاكر بقى عشان يتيح لك الفرصه ان انت تبتدي تتفرج على كونتنت يكون مور انترستنج بالنسبه لك. الكونتنت اللي هو فعلا انترستنج او جذاب او ممتع، هو مش معمول، يعني مش تيتشرز اللي عاملينه، هو كونتنت معمول للمتعه، معمول للانترتينمنت، لنيتيف سبيكرز يعني. تمام. برضو انكي هيساعدنا في ان احنا نشادو، فهيساعدنا ان احنا ننوتس، نخلي بالنا من الجرامر والفوكابيلاري والchunks والكولوكيشنز والفريزال فيربز وكل الكلام ده. وهيساعدنا ان احنا نحسن البرونانسيشن بتاعنا، نحسن الانتونيشن. فوانت بتذاكر ال10 كورس دول هكون عاوزك تشادو. نتكلم اكتر على القصه دي بعدين. برضو وانت بتذاكر الجمل، عشان انت هتكون بتذاكرها في سياق، هتكون بتذاكرها في chunks. فالchunks دي انت مش مجرد بتتعلم الكلمه دي، انت بتتعلم الكلمه دي وبتحفظ الجمله على بعضها. فبتحفظ كده باترنز او بتحفظ استنباط. الاستنباط دي تقدر تبدل فيها كلمات مثلا في المستقبل. هتلاقي الجمله جت في بالك لمجرد ان انت ايه، انا حفظت اسطمبه كده، what are you blah blah blah, what are you doing, what are you saying, what are you ايه، معرفش يعني. حاجات زي كده. نمبر 2 active immersion. ده اللي هو ايه، الاكستنس intensive listening او intensive reading. active immersion ببساطه ان انا هكون بذاكر، اوكي. فانا هنا انغماس، يعني immersion يعني انغماس، او انا بتعرض للغه. actively بقى معناه ان انا بتعرض مع اللغه، بس مش بتعرض بشكل passive، انا بتعرض وبذاكر بقى، بذاكر الكلام اللي انا بسمعه وبحاول افهمه، بترجم. فتقدر تقول ان الابروتش ده هنذاكر فيه، بس يعني مش هنذاكر قوي، يعني احنا هنستعمل بس التولز عشان تساعدنا ان احنا نفهم اكتر. نقدر نعيد الجمله كذا مره، نقدر مش عارف ايه، نرجع نشوف الجمله اللي وراها. ده ببساطه active immersion. passive immersion ان انا بسمع، بس بسمع حاجات بالانجليزي. ده بقى اللي هو ايه، عايز تسمع اغاني،
بتقرا قصص مثلا مناسبه لمستواك، شارك معاك الريسورس دي. زي ما قلنا ان الليرنينج measurable و gives you a sense of accomplishment، فعملت ابلكيشن اللي هو اللي انت وريته لك ده زي تايم تراكر، يعني هيساعدك ان انت تتراك الوقت بتاعك، تشوف انت الوقت بتاعك بتقضيه في ايه وتتتبعه عشان يديك موتيفيشن، يديك حماس، تحفيز، whatever، عشان تكون متاكد ان انت على التراك الصحيح. تمام. فدي الراشونال بيهايند الابروتش بتاعنا. هنعمل حاجه من كل حاجه. هنعمل انكي، ده هيكون جزء مثلا مذاكره، اكتيف immersion وباسيف immersion. انا هنا بتعرض لانبوت باللغه الانجليزيه، الانبوت يكون highly comprehensible، مفهوم، يعني احاول بقدر المستطاع ان انا اوصل للاي بلس 1 بتاعت ستيفن كراشن دي، وده اللي انا بحاول اعمله من خلال الكورس ده. وهنتراك البروجرس بتاعنا عشان ما نحسش ان احنا تايهين، او ان احنا مش بنعمل حاجه، او ان انا مش بتقدم، او whatever. كل ما تحس ان انت مش حاسس ان انت بتتقدم، هتخش على الشورت ده، اوكي، تخش على الصفحه دي. بس انت كده فهمت احنا ليه ماشيين على الابروتش ده. احنا اوريدي اتكلمنا على الناس لما بتيجي تتعلم انجليزي تعمل ايه غلط. يعني بيخشوا في حاجه صعبه قوي، يقعد يذاكرها، يجيب الفيلم ويشوف السكريبت بتاعه ويترجم الكلمات. يبقى قابلني لو كملت 3 ايام، فبيشتغلوا مع حاجات ديفيكلت او حاجات صعبه او حاجات تو بورينج تو ان انترستنج. ففي مثلا انفلونسرز يقول لك اتفرج على كرتون، ولا اتفرج على مش عارف مين. يعني انا عندي 25 سنه دقني طلعت، طب مش هتفرج على كرتون يعني؟ maybe you can it's good. يعني هو فعلا ده بقى، بص، كرتون اجمد حاجه تتفرج عليها عشان تتعلم انجليزي، عشان هو كرتون بسيط ومعمول. ده بص بقى، ده الاي بلس 1 بتاع كراشن فعلا. بس احنا كبار يعني، كونتنت زي كده مش هيكون انترستنج بالنسبه لي. فلازم يكون comprehensible ويكون انترستنج. وبالنسبه لي انا كشريف، لو يعني هضيف التاتش بتاعي، انا اقول انترستنج قبل comprehensible. يعني انا الحاجه لو انا passionate بيها، انا اتفرج عليها كل يوم، ولا ان انا اشوف حاجه مناسبه ليا ودي احسن خطه ولا احسن فيديو اشوفه، بس انا مش مهتم. فما تشتغلش مع حاجه بورنج، ما تشتغلش مع حاجه ديفيكلت. فكك من البوينت دي، مش مهمه. عايز احكي لك قصه برضو، اللي هو ايه، انا ازاي اصلا كنت بستعمل الابروتش ده عشان اتعلم اسباني. وليه انا يعني على الرغم ان انا درست صيني في الكليه لمده 4 سنين وسافرت الصين وبتاع، ما اتعلمتش انجليزي السي 1. وانا في الحقيقه انا مستواي في الصيني مثلا غالبا بي 1 بي 1 بلس بي 2، يعني بلعب في الحته دي. ليه انا فشلت في تعلم اللغه الصينيه، او يعني ما وصلتش لفلوينسي؟ عشان فعلا انا ما حبيتش اللغه دي. او اقول لك على حاجه، انا حبيت اللغه دي، بس يعني ما لقيتش اللي يحببني فيها اكتر. يعني ما لقيتش مثلا الكونتنت اللي يشدني، وما كانش عندي تيتشر مثلا يقول لي اتفرج على ده ولا اسمع ده ولا اعمل حاجه. بخش بذاكر الكلمات، واقعد نذاكر ادب وترجمه وبلا بلا بلا في الكليه وخلاص. يعني الفتره الوحيده اللي انا كنت فعلا كويس فيها في الصيني لما انا كنت في الصين، عشان انا كنت بسمع الناس بتتكلم صيني، كنت بتكلم مع ناس بالصيني. بس انا genuinely يعني كان عندي دافع ان انا اتعلم اللغه دي، يعني عشان ربنا يكرمك كنت اتعلم سي 1. بحاول فعلا ان انا يعني ازرع البذره دي من الاول كده في بدايه طريقك، ان انت تبتدي تتفرج على حاجات بالانجليزي، عشان خلاص يعني كل ما تتفرج كل ما هتلاقي حاجه انت بتحب تتفرج عليها. انا لحد دلوقتي مش عارف، مش لاقي الكونتنت بتاعي في الصيني، مش لاقي مثلا حاجه انترستنج اقراها باللغه الصينيه، حاجه انترستنج وحاجه سهله بالنسبه لي. عشان كده انا ما نجحتش في القصه دي. حاليا مثلا، او الفتره اللي يعني من فتره بقى، كنت شغوف شويه. والاسباني بالنسبه لي انا اتعلمته في المدرسه. يعني ابتديت اتعلم اسباني وانا في اعدادي، بعدين في ثانوي. بعدين بقى جت عليا فتره برضو استعمل شويه دولينجو، استعمل مش عارف ايه. بعدين ابتديت استعمل يعني انا بريكومند الحاجه اللي انا بعملها عموما. بقيت بتعلم اسباني من دريمينج سبانيش. وهم دريمينج سبانيش هم بيعملوا كونتنت تعلم اسباني بيكون كومبريهنسبل. يعني الفيديوهات بتكون عامله ازاي، دي الكونتنت كريتور المفضله بالنسبه لي. آه، طيب ما علينا، يعني it's not important. المهم، انا كنت بتعلم اسباني برضو عن طريق كده، بتفرج على كونتنت كريتور زي البنت دي، وبتعلم اسباني. اوكي. اهم حاجه طبعا ان انت تتعلم اسباني تتعلم اسباني كويس. اوكي، تعالى نتكلم على ايه الفرق ما بين التو كايندز اوف انبوت، الاكستنسيف والانتنسيف. احنا اوريدي اتكلمنا على الكلام ده في الكومبريهنسيف، بلاش بقى نقعد نزيد ونعيد. فاكستنسيف يعني اكستنسيف ريدنج او اكستنسيف listening، ان انت تقرا، ده اللي هو باسيف immersion. والانتنسيف انبوت هو اكتيف immersion. انا عاكسهم هنا لما مؤاخذه، مش مهم، خلينا بس نسميهم ايه، اكتيف وباسيف immersion، عشان ما نعقدش الدنيا. لما انت تكون مش في المود ان انت تذاكر انجليزي، اسمع فور فن، ما تقعدش تذاكر. يعني مش لازم كل يوم تقعد تذاكر، حتى لو انا كاتب لك كده في البلان. يعني انت صحيت من النوم مثلا، انت دلوقتي في داي 3، مش عاوز، مش طايق نفسي، ما تذاكرش حبيبي، ما تذاكرش، اتس اوكي، تيك ات ايزي. فتعمل ايه انت بكل بساطه؟ ان انت تشوف ريلز بالانجليزي، تتفرج على فيديوهات فور فن، اتفرج على اي حاجه بالانجليزي. فلما انت تكون مش في المود، اعمل باسيف immersion. بس يعني ايه، خليك دايما ان تاتش مع اللغه، خليك دايما
على تواصل مع اللغه دي. تعال نتكلم على انكي. ايه هو انكي؟ انكي هو برنامج عموما زي ما انت شايف كده، مبني على كونسبت في تعلم يعني حاجات كتير، وكونسبت مشهور هو التباعد التكرار المتباعد، اسمه spaced repetition. ليه؟ ببساطه عشان انت بتتعلم حاجه، انت بتنسى الكلمات. يعني ما اتعلمت حاجه النهارده، بكره هنساها لو انا ما رجعتش عليها. لو انا رجعت عليها بكره وما رجعتش عليها بعد 3 ايام هنساها، and so on and so forth بقى، لحد ما انت محتاج تراجع الحاجه كذا مره عشان تثبت في عقلك. وعشان كده الناس بتستعمل انكي عشان تميمورايز حاجات. ففي دكاتره مثلا بيحضروا الامتحان بتاعتهم بالشكل ده. انا في ثانوي كنت بذاكر عن طريق انكي، وكنت بتعلم صيني عن طريق انكي برضو. كنت بستعمل داك اسمها سبون فيد تشاينيز، فكنت بقعد اذاكر الحاجات دي. وسبون فيد تشاينيز جامده جدا 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 عشان كانت بتعمل الاي بلس 1 بتاعت كراشن بالظبط. فهنا مثلا يحط لي ايه رمز جديد، وبعد كده هنا عندي رمز مثلا زونج جاو. فزونج جاو انا مش عارف يعني ايه، بس انا عارف 我觉得宗教不是一个合适的问题. فانا عارف كل الكلمات هنا معاها زونج جاو، فكل الجمله اللي وراها على طول بيديني كلمه جديده. فانا اللي هو ايه، انا عندي الاي بلس 1 بشكل مثالي جدا. وبالطريقه دي انا قدرت يعني كنت شاطر شويه في الكليه عشان كنت بستعمل انكي. بس بقى خلاص ايام زمان يعني. طيب اتكلمنا على سبيس ريبيتيشن ايه هو وليه مهم. اتكلمنا على ليه اصلا محتاج تحفظ فوكابيلاري، عشان هدفنا نوصل ل 1K. عشان يعني حاليا هدفنا نوصل 1K، بعدين هيكون هدفنا نوصل 2K. بس دلوقتي عايزك تركز بس على اول 1000 كلمه. هنذاكر 10 كوردز بير داي عشان مش كل الناس بتحب انكي، وبعد فتره الموضوع هيكون ممل شويه، بس يعني هو ممل بس مهم. فهنذاكر 10 كوردز جديده بس كل يوم، ما تستقلش بيهم وما تحاولش تزودهم. يعني ما تحاولش تعمل 20 ولا 30 عشان المراجعات هتبتدي تزيد عليك. فانت هتذاكر النهارده 10، بكره هتذاكر 10 وتراجع على 10 بتوع امبارح، وبعده هتذاكر 10 وتراجع على 15. فهتلاقي المراجعات هي الفكره كلها في انكي اصلا، مش ان انت تذاكر كلمات جديده على قد ما انت تراجع الحاجات اللي انت ذاكرتها. تعالى بقى نتكلم على ازاي تذاكر الفلاش كوردز دي من حيث الليسننج والبرونسيشن، ونتكلم على ليه الشانكينج مهم. الشانك زي ما قلت من شويه، الشانك ان انت تتعلم استنباط. اوكي، تعال نبص مثلا على الكتاب التاني. انت هتشتغل من الكتاب الاول بتاع بول نيشن، وهديك الريسورسز برضو، كل حاجه هديها لك. expensive, طيب expensive، غالبا انت عارف الكلمه دي معناها ايه. expensive معناها غالي. طيب تعال ندوس على شو انسر. expensive things cost a lot of money. My friend drives an expensive sports car. حلو قوي. وانا بذاكر الكورد دي اعمل ايه يعني؟ لو شادوينج بالنسبه لك تقيل، باي ذا واي يو دونت نيد تو شادو. انت مش محتاج تشادو. يعني لو شادو انا مش في المود مش هشادو، خلاص احفظ بس، اسمع بس كده وركز في الحاجات اللي انت تسمعها. ف expensive things cost a lot of money. انا عاوز اعمل ايه؟ انا مش عاوز اسيوم البرونسيشن بتاعي. فاكر ما قلت لك هنا فين اما قلت لك فين هنا؟ فاكر ما قلت لك دايما ركز على البرونسيشن. فانا قبل ما اقرا الجمله دي اصلا انا محتاج اعيدها. Expensive. Expensive things cost a lot of money. Expensive. Expensive things cost a lot of money. Expensive. Expensive things cost a lot of money. فطيب انا لاحظت My هنا. friend drives an expensive sports car. ماشي شكرا. فانا لاحظت هنا مثلا دي الكلمه دي. Expensive things Shut cost up. a lot of money. اوكي، حاول ما تدوسش على اي حاجه عشان هو بيتجنن مني. ما ادوس على الجمله او ما ادوس هنا او هنا بيعيد الجمله. اوكي، انا لاحظت ايه مثلا كشريف وانا بنطق، ان انا مثلا شايف ان الكلمه دي COST. ففي مصريين مثلا او عرب هيقول لك كوست، او ما اعرفش هيقولها ازاي، بس هي اتس اكشلي ايه cost right. expensive. وهنا هلاحظ ايه TH اللي عامله مشكله للبني ادمين كلهم. expensive things، هو ما قالش things ولا قال things. expensive things cost a lot of money. ما قالش a lot of money، قال a lot of. صح؟ والاف هنا منطوقه في ساوند، يعني منطوقه في مش ف. a lot of money، وعمل لينكينج هنا a lot of money. اوكي، فالتيتشرز تقعد تتفرج بقى على، بكره الفيديوهات دي تطلع على تيك توك دونت سي a lot of وسي a lot of. تختصر بقى على نفسك الطريق وسهلها على نفسك. سهلها على نفسك ان انت بص للحاجه اللي انت بتسمعها وقارنها باللي انت شايفه. تعال نسمعها تاني مره تانية. Expensive things cost a lot of money. 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 طيب تعال نبص على الصوره لامبورجيني. My friend drives an expensive sports car. 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 اوكي طيب
دي الطريقه اللي تعمل بيها شادو، ودي الطريقه اللي عاوزك تنوتس بيها البرونانسيشن. نقدر نوتس ايه برضو حاجات تانية. انا قلت ايه expensive things، ما قلتش expensive thing right، انا قلت expensive things، فانا لاحظت ان انا حاطط اس. Expensive things إيه؟ cost a lot of money. ماشي، هنا حاطط اس for plural right. الاشياء الباهظه او الاشياء الغاليه cost a lot of money، ف تكلف فلوس كتيره. فانا كده بقى اما نحفظ الجمله دي cost a lot of money، فانا هقول مثلا ايه Starbucks coffee costs a lot of money. تمام، انا اقدر بقى اوظف الجزء ده في جمل تانية، مثلا ايه this trip cost me a lot of money، this car cost me a lot of money. اوكي، هتلاقي نفسك بتقولها كده لوحدك. تمام، ارشح لك تشادو، مش عاوز ما تعملش، بس خلي بالك البرونسيشن. كمان انا بتعلم في الجمل دي، يعني بتعلم مثلا ايه my friend drives يعني بيسوق، فهي مش معناها هنا حرفيا بيسوق، لا، معناها ان صاحبي عنده عربيه غاليه. اوكي، لاحظ بقى الحاجات اللي هي الساتل دي، لاحظ الحاجات الصغيره. an expensive sports car، عربيه رياضيه. تمام، زي دي انت عارف هنا sports car دي معناها عربيه رياضيه، عربيه فيراري لامبورجيني وات ايفر. اوكي، ايه كمان تقدر تلاحظه في الكاردز دي؟ تلاحظ ان ده adjective، تمام، ان ده صفه. تمام، ف expensive things، expensive هنا بتوصف الاشياء، فالاشياء مالها اشياء باهظه او اشياء غاليه، دي expensive. اتمنى ان ده ما يكونش too much بالنسبه لك، ولو حاسس ان هو too much عادي ان انت تحس بكده، عشان انا حاسس ان انا بشرح بزياده وبنبهك لحاجات كتيره، بس انا بنبهك بس عشان يعني انا عاوز اديك كل حاجه اعرفها، وعاوزك تتفادى الاخطاء اللي الناس تانية بيعملوها. مش محتاج تعمل كل ده وانت بتذاكر كارد واحده، يعني انا عادي انا ممكن اخش الكارد اللي بعديها. Flower. A flower is the colored part of a plant. A flower is the colored She part of a gave plant. pink flowers to her grandmother. She gave pink flowers to her grandmother. وخلاص اخلص الكارد ده، move on، مش محتاج ان انا analyze كل جمله، بس يعني خد ثانيتين ثلاثه كده بص. colored part يعني الجزء الملون في البلانت right. colored part of a plant right. وخلي بالك ان هي of مش بننطقها ف sound، بننطقها v sound of a plant right. وهنا بيعمل لينكينج، فخلي بالك من الحاجات دي. بس طبعا مش دايما هيكون عندك الانرجي او الطاقه ان انت تعمل كده، فعادي في ايام معينه تلصق الدنيا عادي، با خلصت ال 10 كاردز بتوعي، ما تركزش في التفاصيل. تقدر تركز في تفاصيل زي ايه، زي الناون، زي pronunciation، زي ايه الكلمه اللي بتيجي ورا الكلمه. زي مثلا هنا flower ده noun singular، فانا بحط معاه كلمه عشان اعرفها، فبقول مثلا الزهره ف a flower، وهنا flower singular فواخده ايه كده. يعني ركز في بص على الحاجات دي، حاول تنتبه ليها. طيب، فاتعلمنا ازاي نشادو الفلاش كاردز، واتكلمنا على listening و pronunciation tips. اتكلمنا على اصلا ليه chunking is very important، مهم جدا ان انا متعلم كلمه جديده اتعلمها في سياق، وان انا احفظ كده جمل ثابته. a flower is the colored part of a plant. انا ممكن اخد الحته بتاعت colored part دي واقول مثلا ايه I don't know، مفيش جمله جايه في بالي يعني، بس ايه هنا مثلا الجمله دي she gave pink flowers to her grandmother، هي ادت وردي لجدتها. فانا ممكن اقول مثلا she gave a phone to her grandmother، هي ادت موبايل لجدتها. she gave a lot of money من الجمله اللي قبل كده she gave a lot of money to her grandmother. اوكي، عشان كده محتاج تحفظ chunks عشان تلاقي تك 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 تك، هتلاقي نفسك عملت الجمله على طول من غير ما تقعد تفكر ايه الكلمه دي، طب والكلمه اللي بعد يعني ايه جده دي جراند ماذر ولا جراند فاذر، مش محتاج تفكر في الكلام ده. طيب، اخر حاجه is this essential. في ناس مش بتحب الانكي فلاش كاردز او بتزهق منها. I don't like it. انا حاسه مهم الصراحه، بس أنا عايز اقول لك ده مهم ولازم تعمله، بس ده هيتعارض مع الكلام اللي انا قلته لك قبل كده، انت افعل ما تحب. تمام، يعني لو تعرف تيجي على نفسك ذاكر فلاش كاردز ذاكرها، انا مش شايفها سيئه قوي يعني، مش انا بحب جدا اذاكر الفلاش كاردز، بس في ناس مثلا ممكن ما تحبش الابروتش ده، يعني ماشي، بس ارشح لك تستعمله. هل المفروض اعمل شادوينج؟ ايوه، انت اوريدي اصلا بتشادو، عشان شادوينج تكنيك مشهور قوي، يعني الناس كلها كان شادو، انت اوريدي بتشادو، ما انت بتسمع وتكرر انت كده بتشادو، بس هو التكنيك اسمه فانسي قوي، او اسمه يعني ايه ده شادوينج تكنيك، تقنيه الظل، بس عادي بتسمع حاجه وتقلدها. طيب، بالنسبه للاوتبوت، طيب انا مش المفروض اتمرن على الكتابه والقراءه والاستماع والمحادثه؟ لا،
دلوقتي احنا في مرحله انبوت بس. اوتبوت بقى ان شاء الله لما تكبر كده تبقى بي 1، نشوف بقى قصه الاوتبوت دي ليه. عشان الاوتبوت اللي هو الانستراكشرد او انكنترول، لو انت بتقعد تحاول بقى تعمل جمل في دماغك انت تعملها غلط، هتكسبرس يور سيلف بطريقه مش دقيقه، وممكن بقى مع تكرار الغلطات دي بدون فيدباك مثلا او بدون وات ايفر، ساعات الايرورز دي بتبقى فوسيلايزد او بتتحجر، فبيكون صعب، بتبني عادات سيئه يكون صعب تغييرها في المستقبل. ف انا ما انصحش تعمل اوتبوت. يعني عموما الشادوينج نوع من انواع الاوتبوت، اسمه اسيستد اوتبوت. يعني ايه، انت بتعمل اوتبوت بس مش بتبتكر، يعني انت مش بتخترع الذره، انت بس بتقول حاجه انت شايفها. اوكي طيب ديمو نوتسنج جرامر برونانسيشن، سيبك من القصه دي مش هعملها. طيب بالنسبه للجرامر مش محتاج ان انا اذاكر جرامر، احنا محتاجين بس نلاحظه. الجرامر نايس تو دو، يعني مش وحش ان انا اذاكر جرامر بس مش اساسي. وانا عشان اتكلم انجليزي انا ما اتعلمتش جرامر، انا يعني ابتديت اتعلم جرامر لما ابتديت اشتغل كمدرس، ابتديت بقى افهم احنا ايه الكلمه اللي بتيجي ورا دي، هي اتعلم حاجات ليها علاقه بالنحو. زي ما بتتكلم عربي انت مش فاهم حاجه في مين الاسم المصدر مش عارف ايه، ما اعرفش. يعني فاكر ذاكرت في ثانوي، دلوقتي I have no idea اسم فاعل واسم مفعول والكلام ده. nice to know، يعني لذيذ تعرفه، مش مهم. احنا عايزين نقضي معظم وقتنا واحنا بنتعلم لغه بطريقه fun easy و engaging، بطريقه يعني interesting بالنسبه لنا، حاجه بنحبها. اوكي ساعات مذاكره الجرامر بتكون مفيده لو انت فعلا مش فاهم حاجه معينه. هو انا مثلا زي if conditions مثلا بتكون صعبه للناس التانيه، ساعتها لما تشوف if conditional ويكون مستواك اصلا بي 1 عشان تقدر تفهم الكلام يعني انت مثلا هتيجي تذاكر جرامر دلوقتي، ايه شرح مثلا الاف كونديشن، فيقعد يديك اكزامبل سنتنس، انت مش فاهم الاكزامبل سنتنس اساسا عشان فيها كلمات انت مش عارفها، فاستنى بس بي 1 وبعدين بقى نبقى نشوف قصه الجرامر دي. حتى بي 1 سبيكرز انا ما برشح لهمش قوي يذاكروا جرامر، برشح لهم مثلا يذاكروا نقط معينه، يتفادوا مثلا اخطاء الشائعه او الحاجات اللي معظم الناس بتغلط فيها. غير كده مش محتاج تذاكر جرامر. انا اتعلمت ما يكفي عن الجرامر في المدرسه، اتعلمت البريزنت تنس ان هي شي ات بتاخد اس، اتعلمت الفعل الماضي الباست تنس، اتعلمت البريزنت والباست كونتينيوس، اتعلمت الفيوتشر تنس عشان تتكلم عن المستقبل. وعادي بقول لك ايه، والله العظيم اجدعها ناس بمذاكره وبيعملوا برضو من نفس الميستيكس في حاجات عبيطه قوي. عادي stop trying to control everything، بطل تحاول يعني، حاول رخي نفسك كده take it easy وخليك في اللذيذ، وصدقني هتتعلم. I promise اوعدك ان انت you will get it، هتفهم الجرامر لو انت بس مشيت على الابروتش اللي انا بقول لك عليه ده، بدون ما تقعد تبذل مجهود وبدون ما تقعد تضيع يعني ايه جهد كبير فيه. اوكي دي طريقه انا اتعلمت بيها انجليزي، دي طريقه الناس اللي انا بشتغل معاها مثلا ناس فعلا very successful students، ناس بتتكلم كويس accurate جدا، دقيقين في الكلام اللي بيعبروا عن نفسهم بشكل كويس قوي، ما عملوش جرامر، ويعني ما عملوش الحاجات اللي الناس التانية بترشح تعملها. اتكلمنا عن نقطة الوقت دي، هل ساعة أو ساعة ونص كافية؟ أنا شايفها كافية جدا وحلوة أوي أوي أوي. كمان أسبوعين 3، يعني لو أنت بقى أنا فاضي بقى وما عنديش حاجة، أول الإنجليزي يعني يا الإنجليزي تمام، بس أول أسبوعين ما تذاكرش أكتر من ساعة أو ساعة ونص أرجوك، لحد بس ابني العادة. وبعدين بقى إيه، بعدين زود. يعني أنا مثلا كان صعب بالنسبه لي اعمل كونتنت، فما ينفعش ان انا اتوقع من نفسي ان انا اسجل كورس مدته ساعتين، فانا كان بالنسبه لي طب سجل فيديو مدته 10 دقائق اتكلم الناس عن حاجه معينه. سجلت فيديو، بعدين سجلت فيديو تاني، بعدين سجلت فيديو تالت، ده مثلا رابع فيديو انزله الشهر ده. اوكي فانا الاول ابتديت ان انا اعمل حاجه، بعدين ابتديت بقى ازود شويه، اشوف بقى احساسي ايه، انا قادر اعملها ولا لا. توقف. one last advice، توقف عن يعني ايه stop asking when things will happen في الحياة عموما. يعني انا امتى هيبقى معايا فلوس، انا امتى ابقى فلوينت، انا امتى اي حاجة. توقف عن السؤال وامشي في الطريق وخلاص. دي حاجة انا بعملها والله العظيم مدياني راحة نفسية انا امتى يكون عندي سبسكرايبرز واجيب سبورتس كار، ما اعرفش، بس يعني غالبا لو انا فضلت اعمل كونتنت هبقى غني في يوم من الايام. طيب ايه الكونتنت اللي انا محتاج اشوفه عشان الاكتيف والباسيف ايمرجن ده هيكون بقى موجود في البلان بتاعت سكول، هتلاقيه في الداي 1 وداي 2 وداي 3 وداي 4، اقول لك النهارده اتفرج على كذا، فده هيكون جزء في السكول كوميونتي بتاعي. هل المفروض اخد كورسز او كلاسز عشان احرز تقدم اسرع مثلا؟ انا كتبت depends، يعني مش عارف. انا شخصيا كشريف يعني دايما برشح للستودنتس بتوعي اللي هم وضعهم المادي يسمح لهم ان هم ياخدوا كورس، عشان لما بياخد كورس بقى بينزل يتحرك يشوف التيتشر بتاعه يشوف زمايله في الكلاس، يعني بتكون حاجه كده بتزقك ان انت تكمل، مش عشان الحاجه الماده العلميه اللي انت تاخدها في الكورس، عشان انت اكشلي دلوقتي سيلف ستادي احسن من اي كورس مهما كان التيتشر ده شاطر. يعني بقى ده برضو رايي الشخصي يعني.
الكورس عموما بيمثل مثلا 20%. ال 20% اللي انت تاخدها من اي كورس، انت يكون معاك منتور، يكون معاك شخص يدلك، شخص يثق فيك، شخص مهتم بيك، يقول لك انت فين، مش بتيجي ليه كده. وده بيسكلي اللي احنا بنعمله في الكوميونتي يعني. بالاضافه لده، عاوز تروح كورس، ايوه اشجعك تعمل كده لو انت معاك فلوس. شوف بقى حد على كامبلي، شوف برايفت كورس، جروب كلاس، وات ايفر، هيساعدك ان انت تلتزم اكتر. بس مش ضروري، مش محتاج. you don't need to take classes at this level. والسيلف ستادينج بيكون اكثر يعني عائد اعلى للاستثمار بتاعك اللي هو الوقت يعني. ممكن بقى اما توصل مثلا B1 بلس او B2 تبتدي تاخد speaking classes محادثه يعني. هل المفروض اعمل حاجه زياده بجانب البلان دي؟ لا، مش محتاج اعمل حاجه، مش محتاج زي امريكان انجلش ولا بوس ولا الكلام ده كله. و start doing less. اعمل بس حاجه كده ايه، واحده واحده. حاول توصل للساعه او الساعه ونص دول. مش عارف توصل لها، ابتدي ب5 دقايق، بعدين زود 10، بعدين 15، ربع ساعه، etc. عشان تنجح باي حاجه محتاج تبتدي واحده واحده، بعدين تستيك تو ات، تلتزم بيها فتره طويله، بعد كده تعمل تشينجز، بعد كده تعمل adjustments. ما تقعدش تفكر من بره هي البلان ايه، انا محتاج افكر في البلان، انا محتاج ارسم البلان قبل ما اعملها. لا، انت امشي اعمل اي حاجه، وانت ماشي في طريق هتكتشف ازاي تمشي في الطريق ده. اوكي، فما تحاولش تحرك الطاره قبل ما عربيتك تبتدي تتحرك. تقعد تحرك في الطاره العربيه مش ماشيه، محتاج يمشي بعدين تحرك الدركسيون. تعالى بقى نبص على التولز اللي احنا هنستعملها. احنا اوريدي غطينا انكي، وغطينا ازاي هميمورايز كوردز وازاي هشادو دم. وهقول لك بقى ايه الاكونتابيلتي اللي انا كنت بتكلم عليها في الكورس في الاول. ان انت كل يوم هيكون مطالب منك حاجه معينه. يعني انا مثلا في داي 1 بقول لك ايه، قرر هتذاكر فين وامتى، وبعدين نزل سكول وبتاع، يعني اتفرج على الفيديو ده، بعدين نزل بوست في السكول كوميونتي، عرف نفسك للناس، ونزل صوره مش عارف ايه، وقول لهم انت ناوي تذاكر كل قد ايه، وبعدين اتعرف على الناس، ابعت للناس رسائل، بلا بلا بلا. اديني مثلا في اليوم التاني بقول لك نزل لانجويج رياكتور، فنزل لانجويج ومسجل لك فيديو اقول لك ازاي تنزله بالتفصيل. بعدين هقول لك اتفرج على الفيديو ده بلانجويج رياكتور وخد نوتس، وهقول لك ازاي تاخد نوتس في الفيديو ده. بعدين سجل على الهابت تراكر بتاعي، فابتدي بقى اشوف البروجرس بتاعك، هتسجل هنا على الموقع ده. بعد كده اقول لك نزل على السكول كوميونتي، اكتب كذا كذا، بعدين انجيج، بعدين اليوم الثالث هننزل انكي. طيب نزل انكي يا باشا كده، ونزل الحاجات دي، نزل الداكس من هنا، نزل الفلاش كاردز اللي انا كنا شغالين منها من شويه دي، نزلها من هنا. وبعدين ازاي تسطب انكي، بعدين اتفرج على الفيديو ده. فهتلاقيني ببروجرس معاك بشكل متدرج، بحيث ان انت ما تحسش الدنيا مره واحده ايه كل الحاجات اللي انا محتاج اعملها دي انا مش هعمل حاجه. ففي جزء مهم قوي في البلان دي، هو الكوميونتي. لازم يعني تنجيج في الكوميونتي عشان تبقى سكسسفول في البلان دي. فدايما تكلم الناس، ترد على البوست بتاعتهم، تبعت مسجات للاكونتابيلتي بارتنرز بتوعك. انت لما تخش الكوميونتي من اول يوم، واحد من التاسكات اللي انا هديهولك ان انت تبعت رسائل ل3 اشخاص في الكوميونتي، واسالهم لو انتوا عاوزين نبقى accountability partners، او لو عاوزين نشتغل مع بعض، نتابع مع بعض. اوكي، تبعت رسائل ل3 ناس مختلفين وتتابع معاهم بقى. يعني انت النهارده بعت لهم، تعرفتوا على بعض مش عارف ايه، طيب يلا انتوا فين دلوقتي؟ انا في اليوم الاول، انا في اليوم الثاني مش عارف ايه، بس اليوم اللي وراه تبعت ايه الاخبار، وصلت ايه، خلصت اليوم الثاني، خلصت اليوم الثالث كده. وتتابعوا مع بعض بقى في الرسائل، او عن طريق التعليق على البوستس بتاعتهم، او عن طريق يعني ملهاش غير عن طريق الكومنتات بتاعتهم. ترد على الكومنتات بتاعتهم، ترد على البوست بتاعتهم، تشجعهم، تبعت لهم رسائل، حاجه عجبتك تبعتها لهم، حاجه عجبتك تنزل بوست. اتكلمت عن النقطه دي كتير قوي في الكورس بتاعي في سكول يعني. شددت جدا عشان تنجح مع البلان دي. استغل الكوميونتي. فهيكون جزء مثلا من البلان ان انت بعد ما تذاكر الكورس تاخد سكرين شوت للانجاز بتاعك. فتلاقي مثلا هنا انا يا جماعه النهارده ذاكرت 2 كاردز، هتاخد سكرين شوت للداشبورد دي عشان الناس تساعدك ان انت تبقى ملتزم اكتر، او تساعدك في قصه الاكونتابيلتي دي. تاني تول معانا اسمها لانجويج رياكتور، والتول دي هتساعدك ان انت تذاكر انجليزي من يوتيوب. فمثلا انا عندي في اليوم التاني هو اليوم اللي انت هتنزل فيه لانجويج رياكتور، وهقول لك اتفرج يعني نزل لانجويج رياكتور بعدين اتفرج على الفيديو ده. فتعال نبص كده مثلا على التول دي شكلها عامل ازاي. هوريك في السريع يعني، مش هنطول قوي في شرح التول. فاما تنزل اكستنشن وهقول لك ازاي تسيت اب الكلام ده، هتدوس اون مثلا. التول دي بتتيح لك ان انت وانت بتتفرج على comprehensible input videos like this up to ان انا مثلا بتفرج على فيديو اقدر اعدي عليها بالماوس واترجم الكلمات. تمام، فانبوت معناها مثلا مدخلات، فالاقي ادخال، مدخل، مساهمه. فيديوز معناها ايه؟ فيديوهات، شريط فيديو. لايك ذس، لايك، مثل هذا. فهو هنا مترجم لك الكلمه والكلمه اللي وراها لايك ذس. فده يقدر يساعدك انت وانت بتتفرج على الفيديو، ما تقعدش بقى توقف بعدين تفتح جوجل ترانسليت بعدين مش عارف ايه. برضو تقول فيها فيتشرز لذيذه ان انت ممكن تعيد الجمله. فانت مثلا من هنا up to
up to 4 times more effective than traditional. Start the word count. Start the word count. هنا مثلا And let's go. الشادوينج بتاع في فيتشرز لذيذه، وانا هشرح الاكستنشن ده بالتفصيل يعني في اليوم التاني عشان ما اطولش قوي في الكورس ده. حاسس ان انا اوريدي طولت يعني، اتمنى اكون مش مطول. فدي التول بتاعت لانجويج رياكتور. في اليوم التاني هتتعلم ازاي تعمل لها سيت اب وازاي تستعملها بشكل كويس. عشان الكورس ده كله او عشان تتعلم انجليزي انا محتاج بس يوتيوب ولانجويج. بالمناسبه لو انت ما عندكش بي سي، عشان عارف ان في ناس مثلا ما عندهاش كمبيوتر او ما عندهاش لابتوب، تقدر تستعمل ابلكيشن اسمه ترانسي او تقدر تنزل برنامج اسمه فويس تيوب. البرامج دي هي مور اور ليس زي لانجويج رياكتور بالظبط. فهتقدر ببساطه تنزلهم من الاب ستور. بس لو انت عندك كمبيوتر او انت عندك بي سي ما تسجلش من على الموبايل، عشان الموبايل بيكون ديستراكتنج، بيكون فيه مشتتات كتيره، فما رشحلكش تذاكر من عليه. ايه هو المصدر اللي احنا هنذاكر منه؟ هو يوتيوب. هنتفرج على فيديوهات، هنتفرج على كونتنت بالانجليزي. وانا بتفرج على كونتنت انا ببراكتس both skills. ببراكتس الريدنج سكيلز عشان انا بقرا السبتايتلز، وببراكتس الليسننج سكيلز. فانا بقرا وبستمع. هتلاقي مهاره القراءه عندك، يعني لو انت مشيت على البلان دي هتلاقي مهاره القراءه عندك بقت قويه جدا. هتحس بقى هيبقى في جاب ما بين مهاره القراءه ومهاره الاستماع. بس بعد فتره نبتدي بقى نطفي السبتايتلز ونسترينثن الليسننج سكيلز دي. بس مهم ان انا في المرحله دي استعمل حاجه تساعدني اسمع اللي انا بقوله. المرحله دي انا محتاج listening وريدنج في نفس الوقت. والفيديوهات على يوتيوب طبعا بتديك فيجوال كونتكست، بتحط لك كونتكست كده للكلام اللي انت بتتفرج عليه. فحتى مجرد بتتفرج على حد مثلا بيسافر فوير جوينج تو جو تو مش عارف ايه، فالفيديو بيوريك ايه اللي بيحصل، ده بيساعدك ان انت تفهم بشكل احسن. فانا يعني بستعين بثلاث حاجات تساعدني ان انا اتعلم. طبعا هديك بقى وريتك الريسورس شيت اللي انت هتشتغل منه، او يعني في المستقبل بقى تستعمله عشان تخطط لنفسك ازاي تتعلم انجليزي. بصينا مع بعض على التايم تراكر. وفي السكول كوميونتي بتاعي هقول لك في الكورس انت اليوم التاني هتتعلم ازاي تستعمل الهابت تراكر. فهتفرج على الفيديو ده عشان تتعلم ازاي تستعمله وازاي تتراك وقتك. والتايم تراكر ده فيه فيتشر لذيذه، ان التايم تراكر ده يكون معمول للكوميونتي كله، فالكوميونتي كله هيتنافس مع بعض مين اكتر واحد بيعمل مش عارف ايه، مين اكتر واحد كونسيستنت، هكذا. انا شرحت يوتيوب بشكل رئيسي، دي الميثود اللي احنا هنتعلم بيها انجليزي. لو رشح ابلكيشن تاني مثلا الناس اللي يعني عايزه انبوت، ممكن مثلا اليوتيوب الكونتنت بتاع يوتيوب يكون مش كومبريهنسبل زي ما قلنا. يعني الكونتنت المثالي محتاج يكون كومبريهنسبل ومحتاج يكون انترستنج، صح؟ يعني محتاج يكون مفهوم ومحتاج يكون لذيذ بالنسبه لي. فنقطه لذيذ دي اضمن لك ان انت هتلاقيها على يوتيوب، بس كومبريهنسبل هيكون صعب لو انت بتتفرج على اي حد مثلا غير تيتشر. انا حطيت لك طبعا تتفرج على ايه ومرشح لك تبص مين، بس ممكن مثلا ده ما يكونش كونتنت مثالي بالنسبه لك. لو حابب ارشح لك جدا تستعمل استوريا. كان نفسي اوريك ديمو، كنت المفروض اوريك ده يعني ازاي تستعمل ابلكيشن، بس مش هعرف. على العموم اشتري البريميوم فيرجن بتاع استوريا. واستوريا مصدر جامد جدا 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 للناس مستوى A2، عشان الكتب اللي معموله على الابلكيشن دي هي اصلا جريدد ريدرز، يعني هي واخدين كتب ومبسطينها للمستويات المبتدئه. حتى لو انت حاسس مثلا انت مش بتحب القرايه، يعني give it a try. الاشتراك في مصر مثلا هم عاملين regional pricing او عاملين تسعيره مختلفه على حسب الدوله اللي انت منها. فلو انت من مصر اعتقد انا دفعت مثلا 80 جنيه ولا 100 جنيه في الشهر يعني، فهتقدر تشترك في استوريا لو حابب. تقدر تشتري من على البلاي ستور. حاجه تانية برضو ممكن تعملها ان انت تسمع اغاني عشان تتعلم انجليزي، تقدر تستعمل سبوتيفاي. يعني الحاجات دي انا سيبها اوبشنال، عشان انا عارف ان في ناس مش بتسمع اغاني، عارف ان في ناس مش بتحب استوريا. بس انا اتعلمت انجليزي من الاغاني، بحب اسمع اغاني. تقدر تسمع اغاني تشادو. انت مجرد انت بتحفظ اغنيه اصلا ده some sort of shadowing. تمام. تقدر تسال AI مثلا على ترشيحات لالبومات او فنانين، فتقول له مثلا انا بحب اسمع مش عارف، بحب اسمع محمد منير ومش عارف ايه وبحب الجانرا دي، ويرشح لك البومات او يرشح لك ارتستس بناء على التيست بتاعك او الحاجات اللي انت بتحبها في الموسيقى. وانت بتتعلم بقى على سبوتيفاي تقدر ترجع تشوف ال ما علينا. يعني حاجه تعالى اوريك عشان برضو ما تقولش ان انا مستعجل. بس هو البي سي والله مش سامح لي. انا كان نفسي اوريك بس انا مش هعرف. بس لو عندك questions بخصوص النقطه دي يعني ممكن تبعت لي على الدي امز في سكول وانا هرد عليك. تقدر برضو تستعمل AI optional. في حاجه مثلا ممكن تعملها مع AI اسمها كروس توك. وكروس توك هو ان انت يعني المفروض بيحصل ان انت بتتكلم مع نيتيف سبيكر وانت بتكلمه بلغتك الام وهو بيكلمك بلغته الام. فاللي انت تعمله مع تشات جي بي تي انت تكلمه بالعربي وهو يرد عليك بالانجليزي، وده براكتسنج للليسننج سكيلز بتاعتك. وهو هيرد عليك انا مش فاهم حاجه بسط لي، فاتكلم بالراحه مش عارف ايه. تقدر تعمل الكلام ده مع تشات جي بي تي. نايس تو دو بس مش اساسي.
تقدر تطلب من AI feedback لو انت هتعمل output. يعني في ناس بالنسبه لها مثلا، أنا ذكرت هنا ما تعملش output، مش مهم ان انا اتكلم، ومش صح ان انا اتكلم او ان انا اقرا، او يعني عشان اكون دقيق مش صح ان انا اتكلم او اقرا بدون وجود تيتشر معايا او بدون ما يكون في فيدباك. يعني لازم هتكلم او اقرا لازم يكون في فيدباك، ولازم انا يكون عندي الشخصيه اللي هي يعني بتنوتس. يعني عارف فاكر بقى لما قعدت اقول لك بنوتس ومش عارف ايه، انت محتاج ترفلكت على الكلام اللي انت بتقوله، ومحتاج ان انت ترفلكت على الحاجات اللي انت تكتبها. وانت هتكتب حاجه يبقى لازم تراجع عليها، ولازم تاخد فيدباك من شات جي بي تي، بعدين تقارن الميستيكس اللي انت عملتها. other than that انت هتكون مش ماشي صح. ف لو حابب تعمل اوتبوت، لو اوتبوت مثلا بيديك موتيفيشن ان انت تتعلم تكمل، مثلا تحس ان انت انا عاوز اتكلم اللغه دي، او عايز اكتب مثلا حاجه، عايز اعبر عن رايي بالانجليزي، ذاتس اوكي نو بروبلم، اعمل كده. بس هتعمل اوتبوت لازم تاخد فيدباك، ولازم ترفلكت على الحاجات اللي انت بتعملها عشان تتفادى الاخطاء المتكرره، وعشان ما تقعدش تعمل تبني يعني باد هابتس. اوكي، تقدر تطلب من الفيدباك، تقدر تطلب فيدباك من شات جي بي تي، تبعت له بقى الحاجات اللي انت تكتبها، او تكلمه بالانجليزي وتقول له انا عملت مثلا محتاج اصلح ايه. I don't recommend it، بس لو حابب تعمل كده تقدر تعمل كده. تقدر تطلب من AI suggestions for resources. تقدر تطلب منه يعني انا عاوز مثلا اسمع اغاني راب، مين مثلا رابر سهل اسمعه. انا عاوز مثلا فيديوهات عن الطبخ، مين اشهر channels عن الطبخ. تقدر تطلب منه ريسورسز. ولو انت مثلا شغال في حاجه تقدر تخليه يعمل لك جريدنج للتكست او البي دي افس اللي عندك. لو انت في كتاب مثلا بتحبه بالعربي، ممكن تبعته له وتقول له ترجمه لي، وبعدين بعت لك الترجمه، ترجمه لي وبسطه لي، خليه مناسب لمستوى A2، بس تشغله عندك كده، يعني خلي لك حاجات مناسبه لمستواك. اعتقد ان احنا خلصنا كده بقى. انت اللي ناقص، يعني انا اوريدي في بدايه في بدايه الفيديو قلت لك اول اكشن بوينت او تاني اكشن بوينت ان انت هتنزل سكول وتخش الكوميونتي بتاعي، عشان هتلاقي فيه الفولو اب بتاع الكورس ده، واللي هو بقى انا كل يوم هعمل ايه بالظبط. اول يوم الاول هتعمل كذا، اليوم التاني هتعمل كذا. انا بس حبيت اسجلك الفيديو ده عشان تفهم الواي بيهايند ات. يعني لو دخلت اي حد تاني مثلا ما اعرفش، يعني ممكن يكون غلط، بس انا حاسس ان انا مجرد بس يلا يا جماعه انا عامل 7 داي تشالنج، خش الكوميونتي، نزل حمل، ممكن مش هيكون له نفس التاثير. فاتمنى ان انت تكون استفدت. برضو اتكلمنا شويه على ازاي تتعلم انجليزي بشكل احسن، اتكلمنا على شادوينج، اتكلمنا على التولز اللي احنا هنستعملها. بص كده احنا غطينا دلوقتي اما تخش السكول كوميونتي هيكون عندك الكلير بلان، البلان اللي هي 7 اول 7 ايام هتعمل ايه، وبعدين من يوم 7 ل 14 هتلاقي برضو محتاج تعمل ايه. هتلاقي عندك accountability structure عن طريق الكوميونتي، عن طريق الناس اللي انت بتبعت لهم رسائل، او هم بيبعتوا لك رسائل برضو بيسالوك عن طريق البوستات اللي انت بتكتبها والناس بترد عليها، عن طريق ردك على بوستات الناس التانية. فالكوميونتي كله يحاول ان هو يدعم نفسه، يدعم بعضه، ان هو يتعلم. كده انت فهمت الراشونال، او فهمت انا ليه عملت البلان بالشكل ده. اتمنى تكون غيرت المايند سيت بتاعتك towards حاجات كتيره، بالذات البرفكشنزم. يعني هيكون ليك اكسس للكوميونتي، مجرد بس هتخش هنا هتلاقي لينك في الديسكربشن، دوس عليه تخش الكوميونتي. هيكون عندك الريسورس شيت، انا طبعا مجمع لك الريسورسز كلها هنا. فهنا هتلاقي بقى ايه الانكي داكس، ازاي تنزل انكي، ازاي تنزل اللينك بتاع لانجويج رياكتور. وفي كل يوم انا بشرح لك ازاي تعمل الحاجات دي، يعني مجمعهم بس هنا. ريسورسز سبريد شيت، ال7 داي بلان سبريد شيت، الهابت تراكر، الجورنالينج برومبتس، كل حاجه تلاقيها هنا. عدينا على الهابت تراكر، وعدينا على الهاي فريكونسي فوكابيلري، اتعلمنا ايه هي التولز انا محتاج استعملها عشان اتعلم انجليزي، اتعلمنا ازاي نتعلم انجليزي اصلا صح، ازاي شادو، ازاي احفظ فوكابيلري، دايما احفظ فوكابيلري في كونتكست، احفظ الشانكس، اسمع الاول قبل ما ابص على النطق او ازاي الكلمه بتتكتب، اقسم الكلمه سيلابلز، اعمل فرونت تشيننج باك تشين فرونت تشيننج باك تشيننج. هنغطي بقى الجورنالينج برومبتس هتلاقيها في الريسورسز، وهتلاقي الديتيلد ستيب باي ستيب جايد اللي هو بقى خلاص بقى فهمنا احنا بنعمل اللي بنعمله ده ليه، نبتدي بقى نخش جوه ننفذ. اوكي، اتمنى ده اللي يعني this is how you feeling right now. لو الفيديو كان مفيد بالنسبه لك عرفني في الكومنتات وشاركه مع اصدقائك. برضو يعني لو حابب تساعدني، مجرد ان انت تسيب كومنت الفيديو ده كان مفيد بالنسبه لي، بيساعدني طبعا، بيخلي ناس تانية تشوف الفيديو، وبيخلي اي حد مثلا بيشوف الفيديو بيسكرول في الكومنتات عشان يشوف راي الناس، يعرف يعني الفيديو ده كويس. اتمنى ان هو يكون كان كويس بالنسبه لك، اتعلمت حاجه، خرجت فاهم الدنيا احسن، بقى عندك كلير ايديا ايه انت محتاج تعمل ايه ومحتاج تبطل تعمل ايه. بقى عندك امل. اتمنى اكون اديتك امل مثلا ان هو في حاجه ممكن تعملها عشان تتعلم انجليزي. بس كده، شكرا على مشاهدتك، واشوفك في فيديو تاني. باي باي.